حد يسنينا عن اي حاجه احنا مقتنعين بيها يعني. هو المستشار مجدي قال كلمة جميلة، قال لك احنا ما غلبناش في اكتوبر علشان كنا احسن حد ولا اسلحتنا احسن حاجة، غلبنا بالايمان بالقضية. هي القضيه 20% قانون، 80% فنيات داخل الاوضه. المستشار مجدي خرب لنا كل الفنيات اهي، الفنيات كلها بعافية. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انتوا بس دعواتكم ربنا يكملها على الجميع بالخير لغايه لما ان شاء الله الحقوق ترجع لاصحابها. امين يا رب. ده امين. المطلوب، انما ما تلتفتوش بقى لاي حد بيغلط او بيتكلم. احنا فاضيين، احنا بنعرف لا 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 لا, لا والله، حتى ربنا يهدي الجميع وربنا يصلح حال الجميع. كل واحد اكيد شايف من وجهة نظره، حتى لو بيعمل حاجة غلط هو شايف ان كده صح. يعني في مستشار كل أحمد واحد عادي كده. أسألك سؤال. هو راسي يا فندم، اتفضلي. الله يسعدك. أول حاجة إزيك، عامرين النهاردة اهلا منورنا وسهلا بحضرتك يا فندم، ومشرفنا. اهلا وسهلا. أستاذ أحمد، الحين كلام مستشار مجدي قال إن تقرير الطب الشرعي ما بيتغيرش، يعني هل اللجنة الثلاثية ما بتقدر تغير أي شيء؟ لا يا فندم، التقرير الطبي الشرعي لازم بيجي له ولا تقرير أنا ما طبي فهمتش موازي. صح؟ لا لا، حاجة التقرير اسمها الطبي طب الشرعي موازي. لازم بيجي له تقرير طبي موازي. المكان بتاع الواقعة لازم بيتعمل له حاجة اسمها ماكت عشان تنقليها للمحكمة للحدث، لأن المحكمة مش هتتحرك من مكانها، هتروح الجنوب، فأنت بتقرب لها المسافات. ما كده. وطبعا أيوة، بيبقى نفس مسرح الجريمة، يعني نفس يعني ولازم اللي هو شغل يكون مسرح الجريمة، صح؟ في أدوات عرض علشان برضو تدللي على تقرير الصفة التشريحية، ويبقى العرض بتاع الصور برضو دليل عليه، لأن برضو في فنيات كده كتير إن شاء الله في الجلسة، يكون ربنا ييسر الأمر بإذن الله. كل حاجة هتكون جاهزة بإذن الله بدون مقاطعة يعني. يا رب يا بس ما رب. له علاقة، بس الحين يعني التقرير الموازي اللي هو اللجنة الثلاثية هي اللي بتصدر التقرير الموازي، لا، صح؟ ما هو أنا عايز بس أوضح لحضرتك على حاجة. الحاجات دي بفلوس يعني كتير، ربنا ييسر. ال- ربنا يا التقرير رب ييسر إن شاء الله لازم. تتيسر. التقرير الموازي حاجة، واللجنة الثلاثية حاجة. التقرير الموازي بيشرح تفصيليا كل ركن في التقرير الطبي خالف ايه في صحيح الطب الشرعي، واستدل بايه، وايه اللي عنده ايجابي وايه اللي عنده سلبي. ده اول حاجة. أيوة. اما اللجنة الثلاثية بتقارن ما بين ما اتى في الاوراق وما بين هو واقع في التقرير الصفة التشريحية. فلازم التقارير الفنية دي كلها تكون حاجة من الاتنين، لا اما تتطابق مع بعضها، لا اما كل واحد فيهم بيشرح للتاني القصور اللي عنده. طيب احنا دلوقتي عندنا القصور في تقرير الطب الشرعي اللي موجود في الورق، اصبح مردود عليه بالتقرير البديل او الموازي ليه. اللي هو بعد ما نفس بتحط الرقابة القضائية يعني. بعد ما بتحط التقرير الموازي ليه، التقرير الفني اللي صدر من جهة فنية موازي ليه، بتبدأي بعد كده اللجنة الثلاثية تبدأ تخش تعدل كم اللجنة على بفلوس التقرير. كتير قوي. هو ما عادش في حاجه من غير فلوس، اي شغل في اي مجال في اي شيء. كل احنا شيء خد بالك بفلوس يا يعني، دكتور الحين. مم. ما عادش في حاجه. لا لا لا، بص انا هقول لك على حاجه. القضايا والشغل فيها بيكون مرهق، بس ده الطبيعي، ما هو لازم اي حد يعمل شغله على اكمل وجه. صحيح. انت بتتكلمي في حياه بني ادم، ما فيش حد هيرجع خطوه لورا. طيب اللي بيطلع في زمام الامور ويبان، لو ما كانش هيقدر يواجه، كان من الافضل من البدايه يقول السلام عليكم ويمشي. مم. بس فاحنا يعني الفترة اللي فاتت الحمد لله برضو الشغل اللي معمول من السادة الزملاء شغل محترم جدا، وربنا يكملها علينا ان شاء الله بالخير، بحيث ان كل حاجة تكون واضحة امام عدالة المحكمة. ده بس اللي احنا عايزينه. اما بقى اي كلام تاني ما انا ما بيشغلنيش يعني. احنا دلوقتي نفكر في بكرة، نفكر في الجلسة. احنا فاضل على الجلسة 4 ايام، امل او هي بتقول اليوم لك الرابع. القاضي بس يشوفك هيطلعهم براءة، هيطلعها براءة. والله انا خد بالك، انا المشكلة الأمل. عندي مش في مين يطلع براءة ومين يتحبس. انا المشكلة عندي يكون في دليل يقيني في الاوراق. إذا تم إدانة حد يدان بشيء رسمي لا يمكن تأويله، وإذا بالظبط. تم تبرئة حد يتم تبرئته بشكل رسمي لا يمكن تأويله. صحيح. ده مبتغانا يعني. إنما بالظبط. أنا لو محامي وشغلها قضية، يعني يمكن زي ما المستشار مجدي أنهى مداخلته، قال لك ده بيترافع من قلبه أو شغال في القضية من قلبه. لأن لو شغال كمحامي، أنا آسف في الكلمة يعني، إيه القضية هتجيلي زي ما هي بحالتها ثغراتها هشتغل عليها. بالظبط. أنا هجامل يعني وهزوق الكلام. صح. بس انما القضية فعلا اخذت منحنى تاني، وانا والله حزين ان الناس بتزعل من بعضها وبتمسك في بعضها ويغلطوا في بعضهم بسبب قضية أستاذ يعني. أحمد ممكن سؤال؟ اتفضلي يا فندم.
منور البث حبيبنا، الله يبارك فيك ويقويك ربنا ويحفظك يخليك يا من فندم. كل شر إن شاء ربنا الله. يخليك يا فندم. معك أختك أم محمد من السعودية. وراسي يا فندم. احنا والله معاكم قلبا وقالبا. أستاذ أحمد، دعاء متهمة خرجت من البيت، على اللي سمعناه خرجت من البيت كمتهمة والباقين الموجودين معاها خرجوا شهود. أنا بعرف مش في لا، ما القانون. خرجتش من البيت كمتهمة. مين اللي قال لك كده؟ على الركوب الدكتورة قالوا ركبت في باص لا لحالها وهم لا لا ركبوا في باص لا لا لحالهم، على لا سمعناه. لا 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 يا فندم، هم كانوا في 2 في البيت، هم اللي اتخذوا. وبعد كده المباحث اخذت كل اللي كانوا موجودين في البيت، بس هي المباحث اول ما كانت موجوده هم فردين ذكر وانثى. اسمع والنبي يا استاذ فاطمه، انا ما بحبش اذكر حتى اسم لا، اي هم حد. عارفين، ما هم بصي عارفين. هذا الكلام ما سمعناه والله يا أستاذ أحمد، أنا اللي انا سمعته هذا علشان الكلام منك سمعته انا الحين. علشان اكون امين، الناس ليس عليهم اي غبار حتى ساعته وتاريخه، فانا ما اقبلش ان انا اكون بتضايق ان حد بينتقدني، وفي نفس الوقت اسمح لنفسي ان اسم اي شخص حتى لو ربما يتم الاشتباه فيه لاحقا يتقال ان انا اكون سامعه يعني. ايوه، دي انت ما ادبيات. تقول اسماء يا استاذ احمد، انت لا ما لا تقول دي اسماء، ادبيات، لكن انا احنا والله ما نسمي. بنشغلش. ولكن انا كان سؤالي اني انا تفاجأت يعني على اللي سمعته، قلت ليش يعني خرجت دعاء متهمة بينما ما يحق والله لهم انهم يعني والله يستجوبوها بص بعدم بص وجود يا فندم، محامي. انا بعدم وجود شهادتي محامي كيف انا يعني صار انا متهم؟ شهادتي مجروحه. معلش شلنا دعاء، هنجيب مين تاني مكانها متهم؟ بالضبط. رد عليا. شلنا دعاء خلاص، هيبقى المتهم من نفس الأسرة. مين هيشهد على أخوه؟ ولا مين الأم اللي تشهد على ابنها؟ ولا مين الأخت اللي تشهد على أخوها؟ فخلاص احنا واحدة توفت رحمة مولاها وخلصنا من التانية، وبيتنا زي ما هو قائم. صح ولا هذا غلط؟ السؤال للسيد دكتور لما يقول سوري بدون ذكر أسامي، يعني واحد من العائلة لما يقول أنا عايز أخرجها، طب أنت هتحط مين مكانها؟ يعني هو لو بص مش دعاء. بص يا فندم، هقول لك على حاجة. أنا كان أسهل حاجة عليا كمحامي أجيب تقرير نفسي إن البنت بتعاني من أي مرض نفسي ويتم إيضاحها في مستشفى نفسي والقضية خلصت. أسهل حاجة عليا كمحامي. انا اسف في الكلمه، حجم الانفاق اللي انا هنفقه في القضيه كله بربعه او بتمنه كنت عملت تقرير زي كده وخلصت. بس هروح من ربنا فين ان شاء الله؟ هروح من ربنا فين؟ اديني انا حل. بخرج يعني موكلته وخلاص. اديني حل، اديني حل. يعني انا اروح من ربنا فين يعني؟ لما اروح اقابل ربنا اقول له والله انا تحايلت عليك معلش فسامحني؟ طب قدام البنت اللي راحت؟ طب والبنت اللي هيتم ايداعها في مصحه وممكن ما تكونش في اوجه اتهام ليها، انا كده كمحامي اشتغلت؟ المحامي يدافع بحق ويدافع عن حق، ما غير ذلك ليس له علاقة بالمحاماة. ربي ده اللي ينصرك لازم يا ده سعادة اللي لازم الناس المستشار إن شاء تكون الله، وينور لك عارفاه يعني. بصيرتك ربنا ويوفقك يخليك يا يا رب. فندم. ربنا يخليك يا فندم. والله العظيم احنا معاكم قلبا وقالبا، اقسم بالله، يعني لا معاكم في خليكم مع كل شيء الحق، انا والود مش عايزكم تبقوا معايا. اكيد. لا، لا احنا بس معاكم معاكم في مع التعب، البنات لا احنا المظلومة. معاكم. انا مش عايزكم تبقوا معايا ولا مع ام فاطمه ولا مع اي شخص، انا عايزكم تبقوا مع ربنا سبحانه وتعالى. لا، وام فاطمة طبعا بس لازم نبقى قبل كل معاها، حد دي احنا ام مع انتوا تدعوا ربنا مجهولة. ربنا اكيد سبحانه يعني. وتعالى ينور بصيره الجميع. يا رب الله ينور أستاذ بصيرتكم يا أستاذ رب. حساب، أستاذ المستشار حساب، تحية احترام مستشار احمد معاك تليفون ولا لا مين؟ انا سامعك يا فندم، سامع. لا، هي اللي كانت هتسألك اللي معاها تليفون. طيب دلوقتي يا سيادة المستشار، مش عارفة اصل انا الاسئلة اللي اسألها لك ما ينفعش اسألها لك هنا، مش لاقي حاجة اسألها لك. انا مش لاقي حاجة اسألها لك بصراحة. المهم نتكلم بالأخير. من غير الغاز علشان الصبح بيقوموا واخدين البث يقعدوا يتكلموا بحاجات تانية. اللي عايزه تقولي لي انا هكون ارد عليك بكل شجاعه ادبيه يعني. لا، انت شفت الفيديو سعادة المستشار؟ انهي فيديو يا فندم؟ انا مش هاخد حد على الجست تاني. الفيديو هو في اللي حد عنده الدنيا تليفون كلها بيرن؟ اللي امبارح عرضته الدكتورة، النهارده الفيديو كله بيتكلم عنه يا دكتور. عادي. ما هو بص، انا عايز اقول لك على حاجه للامانه، يمكن الكلام ده انا اول مره اقوله. بنزل بس ناو. انا فيها طب اصل كل شخص موجود في القضيه قدامي
اشوف تغيره الجذري للافضل للاسوأ، ارتكب شيء ما ارتكبش شيء. ده طبع في شغلي، انا احب كده، ما احبش ابقى ما قاعد شاء عند الله، هالة. محامي وتحريات ما شاء لا انا الله. الكلام ده عندي من رمضان اللي فات على فكرة. بس خلاص انا خدت منه اللي انا عايزه، فما ينفعش ان انا هعمل بيه ايه، هسيبه عندي اكتر من كده اعمل بيه إيه؟ خلاص انا الجزء اللي انا كنت عايزه خدته. اديته لنا يعني. لا مش القصد ان انا بطلعه مثلا في وقت انا ما اعرفش اصلا مين اللي اداله الصفة فاطمه ولا مين اللي طلعه للامانه، عشان برضه اكون ايه معاك صادق يعني. انا ما قلتش والله انه منك ولا حاجه. بس طيب أستاذة فاطمة، ازي حضرتك المستشار أحمد؟ اهلا منور وسهلا يا المكتب. فندم. في اهلا سؤال وسهلا. لحضرتك، هو ممكن مش أول مرة بس ممكن أخ جديد بيقول طيب ويش الضربة اللي على الرأس ليه محققوا فيها؟ ضربة الشومة. هو يا فندم انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هم كومنت. مين حد كاتب كده في الكومنت يعني؟ بيقول يعني ضربة الشومة اللي على الرأس ليش محققوا فيها؟ هنسال فيها الجلسه الجايه، هنسال فيها صاحب الشأن الجلسه الجايه. أنا ساكتة كومنت بس بيقول لك هو في استدراج لفاطمه كده، ما هو واضح انه في استدراج لفاطمه من شهد. معلش، هو في حد بيصحي حد الساعه 8 الصبح في نهار رمضان؟ والله بص انا مش عايز اقول في استدراج من فلانه او مش من فلان. انتوا دوركم النهارده اللي انتوا عملتوه تشكروا عليه وتكرموا، ان انتوا فصصتوا كل حاجه للمجتمع علشان يستشف منها وكل واحد يكون عقيدته بأدب وباحترام. اما في حاجات فنيات في المحكمه أيوه. ده هتكون برضو يعني انا اسف في الكلمه اللي هو ممكن تعجب البعض وممكن البعض يشمئز منها، ممكن البعض ما كانش يتوقعها، في حاجات كتيره يعني. لا مش من حقنا نعرفها. على رأي أستاذة فاطمة أنا عن نفسي ما عادش عندي سؤال، خلاص منتظرة إن شاء هو الله. هو انا بس عايز اقول لك على حاجه. هو الراي العام عندنا لازم يغير قاعده ان توجيه سهام الاتهام للناس ده بيعد من المهنيه عنده. بمعنى اصح مش من حق حد يتجاوز في حد، صح ولا غلط؟ أيوة، دعاء متهمة فقط وليست مدانة، واللي هدينها المحكمة مش إحنا بناء على أدلة بقى. ومش المحكمه الجايه اللي هتدين حتى لو ادانت، ده لسه لما يكون حكم نهائي قطعي يبقى هي المتهمه لما يبقى في حكم نهائي قطعي عليها. طب هو النهارده حضرتك واحنا بنتكلم سالتيني على حاجه بس مش عارفه اعرف اكلمك النهارده. لا فلان جاي هيعمل كذا، لا فلان مش هيعمل كذا، والموضوع ده مقفول. ماشي، فهمتني طب؟ إحنا منتظرين ربنا يكمل قلوبكم بالنجاح إن شاء الله. بصي انا بإذن الخذلان اللي شفته الجلسه اللي فاتت اتمنى ما لا اشوفه الجلسه لا الجايه. خالص لأن انا خلصنا. والله عشان اكون طيب. امين، عشان اكون امين. هو استاذ مجدي من شويه قال ده بيحارب بجناح واحد وهو عارف القصد. لا يا باشا، الجناحين معاك، انطلق. بس ما افتكرش ان الموضوع هيكون بالشكل اللي فات ده، مش لا هيتم. لا ولو مره مش هيمر من خلالي. بين المحاميين اتكلمنا سعادة والامور المستشار، خلاص زي ما كده يعني. كلمي يا سوسو. بين المحاميين دكتورة، يعني اللي كان في الجلسة اللي فاتت يعني الكل يقطع الثاني والكل سؤاله غير عن الثاني يعني. لا ما كده يتفقوا المره دي بقى. ايوه، اهم لا شيء بص يعني انا عايز هذا اقول اكيد لحضرتك على حتى حاجه يا قدام استاذ. المحكمة كل شيء بيتغير. بص يا فندم مفيش حاجة اسمها الدفاع بيتفق، الدفاع بيكون في توافق في بعض الجزئيات قانونية، إنما الاتفاق ده بعيد عن كل يعني كل البعد عن هيئة الدفاع من الطرفين. هيئة الدفاع من طرف المجني عليها والمتهمة، أنا أكاد أجزم لك وشهادتي فيهم مجروحة، ناس من أنقى الناس، ناس بيعملوا بحرص وبأدب وبشفافية. فما فيش حاجة اسمها اتفاق، في حاجة اسمها ممكن توافق. لا مش بينكم وبين بعض، هي قصدها يعني حضرتك وهيئه دفاع دعاء ليه يا ونفس فندم؟ طب الكلام هيئه انا دفاع. هقول لك على حاجه. انا استاذ نيازي استاذي ومعلمي، والراجل ده اكبر مني قيمه وقامه وكان بيترفع واحنا لسه ما دخلناش كليه حقوق. انا اسف في الكلمه يعني. وانا لما بكون داخل القاعه ببقى ماسكه في ايدي او هو ماسكني من ايدي، استاذي تمام. هو ليه وجهه نظر وانا ليه وجهه نظر، هل ده معناه ان هو رؤيه نظر ما تحترمش وانا وجهه نظر ما تحترمش؟ لا، كل واحد فينا له وجهه نظر محدده، وكل واحد بيحقق قضيته بالقناعه اللي اقتنع بيها. ده لازم الناس تكون فاهماه يعني. شوف، انت تتكلم عن القناعة سعادة المستشار. سعادة المستشار اخوي، اللي ابى افهمك اياه في القضايا الثانية، ايوه اللي يعني كل واحد ليه في قضيته، بس القضية دي بالذات كلنا متفقين وانتم متفقين، وش احس العالم كله، العالم مش الوطن العربي، متفق انه مش دعاء
فعاوزين نطلع المتهم الأساسي، هو ممكن يا فندم، فلازم بس تتفقون. انا عايز اقول على حاجه مهمه بس والله للامانه. تفضل. انا وبعض الساده منشئ المحتوى وبعض اصحاب المنصات تم توجيه لنا الاتهام من فتره. اتقال ان احنا بنوجه الراي العام لحاجه محدده علشان نثبت براءه فلان او فلانه، صح كده؟ انا هتكلم معاك بكل شجاعه ادبيه وبكل أيوة صح. احترام، وهستخدم برضو اللباقه الادبيه وجزء من المرونه في انتقاء بعض كلماتي يعني. احنا لما استلمنا القضيه قعدنا 15 يوم او 12 يوم ما كناش طلعنا في اي برنامج، وكان بيتقال علينا انسحبنا، سيبنا القضيه، لا مش عارف ايه، وما كانش لسه حد عمل معانا اي لقاء. كان في التوقيت ده السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي كلها بتقول دعاء بريئه وفلان وفلانه هم المتهمين. طيب لما احنا ظهرنا وبدانا مثلا يتم استضافتنا من بعض الزملاء، لما اتكلمنا نفس الكلام بتاع الراي العام سكت وقال لك لا، عاكسوكم، لا عاكسوا ده كلام. انتوا اللي بتوجهوا الناس. هو انا اسف في الكلمه، معلش مع احترامي لاي شخص، اي كلام على وسائل التواصل الاجتماعي المحكمه بتحكم بيه ولا بتحكم بالورق؟ بالورق طبعا. طيب لما يجي يعاب على الدفاع او من الطرفين انتوا تطلعوا على السوشيال ميديا. طيب لو احنا ما اتكلمناش عن قضيتنا بعلم، مين اللي يتكلم عنها؟ ما ده طبيعي. صح. بس انا الحاجه الوحيده اللي بتخليني في قمه سعادتي ان الحمد لله الحمد لله كل السهام اللي هم بيوجهوها لي انا، وانا الحمد لله صدر رحب يتسع من الحبايب مش 1000 مليون. يعني ربنا يعينكم كل يوم بس 10 20 30 عادي جنب اخواتكم، وتعالوا بالنسبه لي ما بيشغلنيش الكلام ده كله، ومش بيثنيني بس عن اي الكلام حاجه. يضايق أستاذ، لا يضايق، الكلام عارفه يا يضايق. فندم، اللي على راسه بطحه يحسس عليها. لو الكلام ده يضايقني مش هبقى النهارده بتكلم معاكي بالاريحيه دي، كنت قفلت تليفوني وقفلت مكتبي بقى وقلت السلام عليكم مش عايز القضيه عندي، بس انا ما اتضايقش. بالظبط. بس وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا كان كتبه الله لك، بس خلاص فهم يقولوا اللي هم عايزين. والنعمة همسك لسان بالله يا الناس، أستاذ. لا انا طبعا. همسك لسان الناس، اللي عايز يتكلم يقول، اللي عايز انا اسف في الكلمه ينتقد ينتقد، المحترم يحترم، والمسيء يسيء لنفسه قبل ان يسيء للشخص الذي اساء اليه. صحيح. بس انما انا فاضي بقى كل 5 دقايق تبعت لي فيديو على الخاص فلان بيغلط ما يغلط اعمل له ايه؟ انا محامي القاتله، ايه مشكلتك معايا؟ هو مش الدستور والقانون اللي قال ان القاتله يبقى لها زي ما انتوا بتقولوا عليها قاتله مش محامي صح. متهمه؟ خلاص يا عم. هي مش هي ما الست ما عليهاش دليل سوى اعترافها اللي اجبرت عليه. وغير كده وحتى اعترافها مش قدام المحكمة يا لو ما دكتورة. لهاش مفهوم. انا اسف في الكلمه، وعارفه حضرتك معنى ايه برضو، انا مع احترامي لكل اخواتنا، يعني انا في ناس اصدقائي من اصحاب المنصات ناس بحترمهم جدا بيعملوا عملهم باحترافيه وفنيات، بس ما بيعجبنيش في حاجه واحده بعض التصرفات. انتقدني انا مفيش مشكله، بس انتقدني في علمي، انتقدني في شغلي، انما هتنتقدني في شخصي يبقى انت بقى انا اسف بقى انت مشكلتك مش معايا انا كعلم وكمحامي. مش شخصانينها. بس فما تشخصنها زي ما انت عايز، اتكلم زي ما انت عايز. والله العظيم امبارح انا نمت وصحيت في وقت متاخر، يعني اتلقيت رسائل مبعوته لي بيقولوا لي ده في واحد بيقول ان هو مسجل لك مكالمه وانت بتغلط في الاعلاميين بنفس النص في الاعلاميين. قلت له طب انا عايز الاعلاميين اللي كانوا في القضيه، لو ثبت ان انا بغلط فيهم اتمنى ان هو يطلع التسجيل بتاعه علشان اطلع افتح له بس. احنا مش غايزنا منك الا كل ما تتكلم تقول لك الناس كلها خير وبركه. لا انا بس عايز كنت يعني هقولها. الشخص اللي بيقول الكلام ده على فكره هو هيطلع كمان شويه بس. الشخص اللي بيقول الكلام ده بيقول انا مسجل مكالمه وهو بيشتم اصحاب المنصات. هو انت ما عرفتش تشاكلني بجمهورك رايح تجيب صحابك عشان يشكلوا لك؟ يعني انت ما معكش حاجه رايح تقول بيشتم اصحاب المنصات؟ لا كل اصحاب المنصات اللي بيغلطوا فيا قبل اللي بيدعموا كلهم اخواتي وحبايبي ما بزعلش من حد، حتى اللي بيغلط فيا فوق راسي. عارفه ليه؟ ليه؟ ما هو انا لازم كده اشوف السلبي واشوف الايجابي، وكويس ان بسم الله ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بينور بصيرتي وبيعرفني مين الصح ومين الغلط. فالشخص ده امبارح قال مسجل للمستشار احمد حساب مكالمه، ففي ناس يعني بحسن نيه لا لو عرضت تسجيل ممكن يتخذ ضدك اجراء قضائي. انا اللي بقول له اهو
وأتحداك لو عندك من الشجاعة الأدبية تعرض حاجة زي كده. عمالين أنا نتحدى وما بيعملوش حاجه. أنا بس عندي من الشجاعة الأدبية إن أنا أرفع عليك التليفون أو أطلع لك في بثك وأقول لك أنا آسف على اللي صدر مني وحقك عليا ومعذرك يا زلة لسان، وأنا راضي بأي شيء يرضي غرورك ويخليك يعني هقول إيه، تعفو عني، يعني استغفر الله عمالين العظيم. نتحداهم وما بيعملوش حاجه. جزاك الجنة ونعمها أستاذ أحمد. بس فانا ما بشغلش بالي ثم معلش انا اسف والله العظيم اقسم بالله هذا حصل. في بعض الناس كانت عماله تغلط فيا والله العظيم انا جالي على الواتس احكام عليهم. انا لو انسان مش بمتلك الخلق الحسن زي ما انتوا بتسوقوا اليا، ما انا باين مساوئكم. انا عارفاه. انما مثلا امتى بقى تقولي لي ازعل او اتضايق؟ ازعل طب او انا اتضايق عارفاهم. لا ربنا ما يقويك. ماليش دعوه، تعرفيه ومش ما تعرفوش ده حاجه بتاعتك طيب. انت. اتفضل. في سؤال يا أستاذ أحمد في الكومنتات عشان بيزعلوا ما حدش بيرد. بتقول للأستاذ فاطمة طبعا اسألي المستشار الآن، هم كمحامين يعرفون الحقيقة كاملة ومن هم القتلة، ولكن يبون يثبتونها بالقانون. اتفضل. بص يا فندم، يعني انا اسال المستشار دلوقتي من أيوة. هم القتله؟ بص حاضر يا عينيا. أيوه بيقول لك خلينا يعني ايه في هم المحكمه نقول. انا بس ارد عليكم عشان انا والله عندي مشوار هام دلوقتي. انا هرد كومنت. عليكم عايز رد. يهرب اهو بقى خلاص. لا مش ههرب، انت عارفه ان انا مسافر مصر بكره اكيد يعني. أنا عارفة. انا بس عايز اقول حاجه. انت معانا بقى. لا مش جاي والله، انا عندي شغل والله للاسف، يعني هبقى اليوم سريع كده. انا بس عايز اقول حاجه عشان الناس تبقى فاهماها. الطبيعي ان الدفاع لو ما كانش يعلم كل ما هو غامض في القضيه مين اللي هيعرفه؟ لا ما انا من السؤال الاجابه، ما انا سرحت في السؤال. احنا نتغدى مع بعض ونعمل فيديو لا حلو. والله ولا كلام من ده انا بره كده في النواحي يعني مش جوه في القاهره نفسها. أستاذ أحمد لك النواحي ما تقلقش. اتفضلي يا فندم. بيسألوك أنت عملت صحفي وقت كشف عن مسرح الجريمة، إزاي يعني أنت رحت هناك عملت إنك صحفي مش محامي؟ راح متخفي ومحدش شافه، وانا شفت صورته وهو متخفي. ما عملتش صحفي ولا حاجة، أنا عمال أسمع طينة وعمال أسمع البيت كذا وكذا وكذا. فمعلش أنا آسف في الكلمة، يعني لو ما عرفتش أروح المكان نفسه أبقى محامي إزاي يعني؟ ومحدش يتوقع ان هو ده خالص، متخفي في لا شخصيه عبقريه. ما حدش يعرف عشان حاجة واحدة بس. كان في التوقيت ده ما حدش يعرف مين المحامي اللي هيكمل في القضية. أستاذ أحمد في كومنت بيقول لحضرتك كل الوطن العربي بيحبك وبيحترمك. في حد كاتب بيقول بكرة الجلسة، لا الجلسة يوم 24. 24 الساعه كام بقى يا سياده المستشار؟ مع إن لا رديت حسب كتير. ما الدايرة هتنعقد، حسب ما السادة المستشارين يعني والقضاة. فعلا زي ما ام خليل قالت لي، يعني بقى هناك من الساعه 9. ما هو احنا بنكون بدري، احنا اللي ننتظر المحكمة مش المحكمة اللي هتنتظرنا. طيب يا أستاذ أحمد خد الكومنت الجميل ده، كل الوطن العربي بيحبك وبيحترمك. والله العظيم وانا بحب كل الناس وبحب كل الوطن أيوة. العربي وكلكم اخواتي، وان شاء الله دي معرفه خير بيننا وبين بعض في القضيه دي. انا قلت قبل كده وهفضل اقول وهتمنى اقول الكلمه دي في كل بس اطلعه. كان ربنا سبحانه وتعالى عايل لكل الدعاء من الأردن. أنا متخصصة على جميع قراءة أنا المسلمين في كافه الوطن العربي وخارج الوطن العربي. دي كانت نعمه من عند ربنا كان عينها لي، يمكن يكون ده التوقيت المناسب اللي انا كنت محتاجها فيه للامانه. ربنا يبارك لك. خد من الأردن بنحبك. أنا هتخصص أقرأ والله الناس كلها خير وبركه والله وفوق راسي. احنا هننام امتى يوم الجلسه ده؟ انا ما اعرفش، انتوا ناموا براحتكم، انا قبل الجلسه في يا أستاذة فاطمة مساء الخير. ثواني يا هدى شويه، انت من الصبح ماسكه الميكروفون. ثواني يا هدى ادينا فرصه يا بقرأ ماما. الكومنتات. حاضر. لا ما تقرقيش، احنا فاهمين ان نقراه. ازيك يا سياده المستشار؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور امين. اهلا وسهلا يا دكتور. هو انت مش عارفني ولا ايه؟ لا ده انا بعللك على البدل الجديده. لا برضه طب بص، مش عايزة أقول لك. عايز اقول لكم على حاجه، انا اقول لك على حاجه. انت ربنا يعني في توقيت معين ربنا كاتب لك ان انت تبقى واجهه لمصر، وكفايه الكلمه دي بجد. هو راح فين؟ معاه تليفون تقريبا. لا جاي على الكلمه الحلوه ويمشي. لا معاك والله يا فندم، معاك يا فندم. بجد والله ده حب من عند الله مش من عند اي حد تاني. ده توقيت مكتوب لك بالدقيقة والثانية والساعة ان الوطن العربي كله يعرف المستشار احمد حسان. صحيح.
بامانه. بس ان شاء الله بغض كده النظر تبقى معايا. بقى، بغض النظر بقى عن البدل واللي هم عمالين يقولوا واللي يعيدوا. والله الكلام بتاعهم ده يا فندم، اصل بص هقول لك على حاجه، مش هيبطلوا والساعة كلام، هم الذهب. ما بيعرفوش غير انهم يتكلموا. بالظبط هو بالظبط. معلش انا اسف، اللي فتح منصه فتح عشان يطلع يعمل ايه؟ يختم المصحف. مم. طالع يعمل ايه؟ انا بقول كده والله. يتكلم. صح ولا غلط؟ صح صح، انت صح، انت صح. انا بس عايزاك سيبك من كل الحاجات السلبيه دي خالص. احنا واثقين فيك بعد ربنا، لان انت عندك يعني حاجه شاقه جدا. انا ما باخدش بالي، خدي بالك انا راجل محامي قبل ما اكون مواطن. انا اسف في الكلمه، كل لفظ وفي كل كلمه لو انا شايف ان الانسان اللي قالها ذو قيمه، اقل حاجه هعمل فيه محضر. بالظبط، ما أقل هو حاجة. ده اللي فعلا فعلا او هو في هطلع ناس ارد عليه، حلو. بس هتصدقيني حق المحضر، حق المحضر انا اطلعه لله. برافو ولا عليك. إني أروح أعمل لسه محضر كنت في هقول لك الحاجة. والله. إذا جاءتك ما شاء الله مذمة عليك. من ناقص فاعلم آه. انها شهاده بانك كذوب. بصي كفايه المنصه بتاعت استاذه فاطمه والله العظيم. شوفي المتابعين بتوعها قد ايه. محدش مضيعكم غير المنصه بتاعت استاذه فاطمه، خلي بالك. عايزه اقول لك احنا بنشتغل شويه وبنسمع شويه وبنرد شويه. مش عايزه اقول لك احنا بجد احنا بنحبها بجد. هي بني ادمه بسيطه وسهله وعفويه قوي، بتتكلم كده بكل بساطه، يعني مش غير. على فكره لما في وقت ربنا سبحانه وتعالى هيكون ان اوانه، هي لها في الكواليس الكثير والكثير والكثير، هيغير وجهه نظركم كلها. ده يعني بص بقى، يعني دي شهاده يعني. لا مش بهاجملها على فكره، انا مش بجامل. انا عارفه انا عارفه انا المستشار مجدي عارفه. الأدوش كان معانا دلوقتي، صح كده مظبوط؟ سمعته وكان بيتكلم. لو المكان ده مش ذو قيمه، معلش انا اسف في الكلمه، لا يكون استاذ مجدي موجود ولا انتوا موجودين ولا انا موجود. انما احنا كلنا ضيوف عندها، وهي بتكرم ضيوفها، وربنا يبارك لها، وكل حاجه بتعملها ان شاء الله ان شاء الله تكون في ميزان حسنات. وانت بس عايزاك بس تخلي بالك من نفسك اليومين دول، عشان ايه؟ المدام يعني المدام ممكن تزعل مننا كلنا. يعني عندنا واحده اسمها الامل هنا منين يا استاذه فاطمه؟ الكويت. من الكويت. عايزه اقول لك يعني هي عماله تكتب تقول لك انا اللي هاجي ادافع عنك، انا اللي مش عارف. هتموتني. يعني عايزه اقول لك الغمستين بتوعك، الغمستين عاملين لها مشكله. يا دكتوره بعد اذنك، احنا بنتكلم في قضيه ماليه التفاصيل دلوقتي دي في الكلام ده. انا عايزه اقول لك المعجبين بتوعك كتروا، خلي بالك بس. انا مش عايز معجبين. انا بص اقول لك على حاجه، لا من طبيعي عايز حد يعجب بيا ولا حد يكون ضدي. انا عايز كل واحد يطلع اللي في ذمته واللي في ضميره. الله يبارك لك. ليه؟ الله يبارك لك. انت انسان محترم ابن ناس. محترم بجد، وشرف لاي حد ان انت تبقى معاه، شرف ان احنا نستفاد من علمك بصراحه والله. احنا مش اهل علم، احنا على قد حالنا والحمد لله. احنا بنتكلم ربنا من علينا بيه. يعني اهل العلم اللي زي استاذ مجدي مثلا، معالي المستشار من شويه، دول شوف اهل علم. التواضع وحضرتك. استاذ نيازي دول اهل علم. لله. اخويا اللي ساعدت ان انا كنت بجواره المستشار احمد شمس اهل علم. استاذ محمد عبد الحميد اهل علم. انا تلاقيني في اخر المطاف هم كلهم اساتذتنا وفوق راسي، وانا لازلت في محراب علم وتعلم من كل شخص موجود بامانه. وزاد التواضع على الاجر اللي انت بتشوفه. شوف لا والله ما تواضع، والله التواضع ده والله. بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا والله لا بجامل حد ولا بكبر من شأن حد. انا بقول اللي جوايا. الناس كلها احسن مني مليون الف مره علشان حاجه واحده بس، اني معلش لو انا بحب لهم الخير، انا اكيد واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيرد لي الخير في حبهم اضعاف اضعاف. زي ما هم برضو بيحبوا لي الخير، انا برضو بحب لهم الخير. وخدي بالك، عمري ما هقول على الانسان الكلمه دي من قلبي غير لما يكون هو شايل في قلبه نفس الكلمه ليا. صح. انا بكلمك للامانه. لا بصي، تسلم تربيتك والله، تسلم تربيتك. صراحة أنا أكثر حاجة تعجبني يعني صراحة في أحمد حسان إنه متواضع جدا. كل يعني حضرت له كذا لايف. أنا ممكن أسأل حضرتك على حاجة يا أستاذة؟ ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟ اتفضل. أنا واثق إنك ماسكة أحدث تليفون وبتلبسي أغلى الثياب، وكل حاجة عندك بتعمليها بأغلى حاجة وأنظف حاجة، صح كده؟ أنا واثق من ده، صح كده؟ هي حتة قماشة اللي هنروح بيها. صح. لا إله إلا الله. بصهم بقى جنبنا كل الكلام ده. قلت كده
والله جنب كل هنبص جنبنا. الاحترام ليك يا أحمد حسان، أقسم بالله يعني. لا والله العظيم ما في حاجه ربنا باقيه. يبارك في اللي حاجه ربنا باقيه. يبارك في اللي رباك. ربنا يعزك يا فندم، اه مفيش حاجة باقية غير الكلمة الحلوة. في إنسان يموت عملك ويفضل عايش هتاخده ما معاك، بيننا. عملك. شفتوا لا لا لا، المحترم في إنسان. بيدعي الاهل بجد بجد والله بعد ربنا يبارك في وفاه اللي بعد رباك. سنين. أنا صحيح. بس عايز أقول لكم على حاجة والله مهمة. في إنسان بيموت وتفضل سيرته عايشة، يا وفي الله. صح إنسان بيموت وهو عايش. صح. صح. انت صح. فربنا يجعلنا من الذين ماتوا وظلت سيرتهم عاطرة ما بين الناس. اللهم امين يا رب. ده اللي احنا يبارك نتمناه من لك ربنا سبحانه وتعالى. في بيتك واهل بيتك واولادك. وعيالك يا رب. ربنا يخليك يا اللهم رب امين. ويبارك لك ربنا يا ربكم. يحفظهم يا رب. ربنا يعزكم يا فندم. انت ربنا حد عنده محترم ليلى جدا زهقت والله. مننا، ليلى زهقت مننا وداي ما بيعرفوش يتلموا عليه. مستشار احمد، مساء الخير، ازي حضرتك؟ انت طلعت يا استاذ سامح سايبني وسط السيدات وانا لوحدي المفردي، ويجوا تاني يوم الصبح يفتحوا البث يقول لك استاذ احمد قاعد ومعاه مجموعه. لا ما حضرتك معاك المهندسين والدكاتره ما شاء الله انت معاك ما شاء الله عندك. قيمات لا الوطن المنصه العربي، دي قيمات يعني انا مش وغير فاهم كده منك احنا حاجه ولا سامع اخواتك يا حاجه سعاده طبعا. المستشار يعني. ها؟ مش سامع من حضرتك احنا حاجه دكاترة طبعا. اخواتك. بشريين ودكاترة جامعة ومهندسين وما شاء الله يعني. كل الفئات موجوده. طبعا واحنا اخواتك يا سعاده المستشار، يعني انت قاعد والله بين العظيم اخواتك انا بيننا معاك، وبين، بس عايز اقول لكم على حاجه ويمكن والله. لك الناس كل كلها الاحترام والله اعلم، يعني الله الناس يعلم كلها بهم. فوق راسنا، بس الله يسلمك. والله بجد اليومين الجايين دول اللي قريب من ربنا، احنا في ايام مفترجه، قول. يدعي له جت مقابله. هو عنده النتيجه وعنده المشيئه وكل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. والله مهما فعلنا مش هنغير اي حاجه، مفيش. احنا هناخد بالاسباب. صح. انا كله جايه هنزل ثواني بس. انا جايه هنزل بس يا دكتور. اتفضلي. اتفضل يا استاذ سامح. لما تنزل دكتور امان عشان نعرف نتكلم. دكتورة اماني من الشغل يا عيني، دي في الشغل. ايوه طيب عشان كده بنديها فرصه يعني. اتفضل. مستشار احمد احنا مش هنعرف نتكلم حضرتك. لا انت بتخش. استنى بس، ده ابن عمي دخل على البث لازم امس عليه. طيب خلاص لا ده, اتفضل. ده ابن عمي دخل على البث والمستشار يا أستاذ احمد سامح. السيد بعد دخل معانا وسلم عليك. مصطفى بيه فين الاستاذ احمد اتفضل. منصور؟ احمد منصور ايوه عامل ايه يا مصطفى؟ وحشني. كان موجود من شوي. ده مصطفى رجع من الغربه ما شفتوش والله. اشوفك على التيك توك. طب كلمني الاول. فين المستشار احمد سيد منصور؟ اتفضل يا مستشار كان احمد. من شوي لو انت موجود والله اتفضل. مش كلمته. تقولوا يا جماعه نطلعه طيب؟ لا نجيبه. هي الجلسه ايه؟ هو مع المستشار احمد الجلسة يوم حساب في 24. كل لحظه. لا معلنه ولا ثانية. سريه؟ الجلسه يوم 24. ادعوا لي اعرف اصحى. لا بتسال معلنه ولا سريه؟ لا معلنه. مفيش كلام انها سريه. مش الجلسه معلنه يا مستشار احمد؟ انا والله بالنسبه لي نفسي تكون معلنه. نفسك تكون معلنه ليه؟ هو في كلام غير كده اصلا؟ انا بالنسبه لي، بس راي المحكمه هنشوف هيكون ايه في اليوم ده. بس هو انا لسه ما فيش قرار مش كده؟ طيب انا عايز اقول لك حاجه مستشار احمد، بس من غير بعيد عن القضيه. انت بس هتطلع فيه، كل الرجاله مش هتطلع فيه لان ما حدش هيبص لهم خالص يعني. طب استنى فعايز بس اقول ارد احمد بيه. دلوقتي انا عندي استاذه فاطمه وانت دخلت مسيت وما دخلتليش. الدنيا زحمه. خش من الطريق اللي في وشك على اتفضل طول. وكله ميوت. اتفضل يلا تعال. انت بتاكل ولا ايه؟ شوف الناس اللي انا فاضيه بنزل تاكل. دكتوره خليك لا مع يا حبيبي، ضيوفك، في احنا مكان. تحت لا، موجودين. على احنا فكره موجودين. على فكره هو معايا على التليفون قاعد شغال بيعمل ورق. الله يعينكم والله. قاعد شغال اهو. اقسم بالله انا اللي هو انا هستنى. بقول ما عنديش وقت. امال انتوا تعملوا. الله يعينكم. كان في برضه شخص بيقول هو بيلحق يشتغل امتى؟ بينام في المكتب. بينام في المكتب. غير انه بينام في المكتب، هي المرفه يعتبر كل حاجه خلصانه من جوه. وبعدين هو مش لوحده شغال، ما شاء الله فريق كامل في مكتبه. الجلسه الساعه كام يا مستشار احمد؟ شوف انت هتصحى امتى واحنا نحددها على نفس الميعاد.
يبقى كده هقول لك ايه، هتبقى الصبح اكيد يا استاذ سامح. 6 طيب الصبح. مش انا اللي بسأل على فكره، انا بقول لك اللي بيكتبوا 6 تحت. الصبح ليه؟ ليه 6 لا الصبح ليه؟ على احنا 10 كده. لا انت على حضرتك 10 بتقول بيبدأ لي حضرتك بتقول لي شوف هتصحى الساعه كام، فانا بقول لك يبقى 6 الصبح. الرول بيبدأ 10 تمام. صح؟ طيب هو انا عايز اقول بس ان حضرتك بتقول الحقوني سايبني لوحدي، ما انت لما حد طلع معاك يبقى بيتظلم معاك، مش هيطلع تاني يعني. طيب الظلم يا استاذ سامح، في يا استاذ سامح؟ لا طبعا يعني الناس كلها الغمازات والبدل والكلام ده يا كله عم الحاج، طب احنا بنقول بس الكلام ده ما ينفعش من اخواتنا البنات، هتخش تقولوا انت تاني. لا انا بقول لك ما احنا كده هنتظلم، فعشان كده لا ما لا عبرناش ما لا لا بيشوفناش. لا لا لا. لا اي كلمه اتقال في حقك بجد مش من حق، مش قيمتك، بس منور فعلا. ان المهم انت شاء عامل ايه يا الله استاذ سامح؟ يا رب يخلي حضرتك، بس انت عامل ايه؟ نهار فعلا يا طمنا رشة عليك. مطر. انا الحمد لله بخير. انا زملكاوي كنت بتفرج على الماتش، فعشان كده ما الف كنتش من مليون الاول. مبروك يا حبيب الدوري. الحمد لله شوف يعني. حتى يوم ما خدتوا الدوري جايبينه لكم في طياره. على ايام مباركه علينا يا رب يا رب. يا رب امين يا رب. بشرة خير. يعني بشرة خير الزمالك، انت يعني مش فاهم انا. طبعا بشرة خير الزمالك واخدينه من كام سنه، انا فيعني عايز بشرة اسال خير سؤال، يعني جدا. يعني ايه اللي جاب الرياضه ان هي تبقى بشرة خير مثلا؟ لا بشرة قول لي انا خير قول لي قول بالنسبه لي قول لي لي يا قول لي مستشار فلان، احمد قول لي الحاج فلان كان داخل زملكاوي جدا، العمليات وربنا بدل ما كنتش هعرف اجي عفى بورسعيد عنه. اصلا. لا بشرة خير لينا كزملكاويه مش لحاجه تانية. عشان كده زملكاوي يعني. طبعا احنا بقالنا كتير قوي ما خدناش الدوري يعني، في فيعني حد كاتب لا لك وبعدين جاي الدوري وكمان الاهلي في المركز الثالث، يعني مش هيعرف يلعب افريقيا خالص اللي جايه، يعني كونفدراليه يا عيني وخلاص. برضه يعني معلش كل وقت وليه اذان. طبعا احنا الاذان بتاعنا دلوقتي. مفيش احنا حاجه بتدوم على دلوقتي حالها. مفيش حاجه بتدوم على مفيش حاجه حالها بتدوم على فعلا. حالها طبعا. اصل بص، سياسه الاحتكار في اي مجال حتى لو في الرياضه دي سياسه فاشله. على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، مم. سياسه الاحتكار هنا يعني مسيسه، مش حاجه طبيعيه فعلا. مش عايزين نتكلم في مين بيصح وماشي غلط بص يا وبيتكلم في مين. فندم، بص يا فندم، انا هقول لك اتفضل. على بعض الحاجات كده. طبعا انت بتتابع المجال الرياضي صح كده؟ انا اسف في الكلمه، الشركات اللي بتنظم البطولات عايزه الفرقه البراند باللاعيبه البراند. يعني لو غزل المحله اخذ الدوري بالنسبه لهم مش واجهه لبطولتهم، صح ولا غلط؟ اكيد. بس في حد بيسالك بيقول لك استاذ احمد حساب زملكاوي ولا اهلاوي؟ بشجع المصري البورسعيدي فقط لا غير. ايوه طبعا، ولسه الاهلي كان بيلعب مع المصري. يبقى بشجع زملكاوي ما دام المصري يبقى زملكاوي طبعا. ماشي. طبعا عشان ما اجيب المصري، لكم من الاخر يبقى زملكاوي. طيب ما هو المصري اصلا يبقى زملكاوي على طول، مصري اسماعيليه يبقى زملكاوي. اسالك سؤال قد كده وتجاوبني بقى يا ست المستشار. عشان ده اخر سؤال عشان اقول. ايه ده المستشار احمد طالع صاحبك؟ لا ما انا رايح عندي حاجات والله بعملها، هبقى ارجع لكم تاني. قولي طيب السؤال. ثقتك كم في المية في رواية دعاء اللي هتقولها صدقها من عدم في الرواية؟ هتفرق لما ارد يعني؟ جدا، مش في البراءة، في الرواية. الرواية لا، 1,000,000%. مش 100%. اللي هتتقال يا دكتورة ولا اللي اتقالت؟ اللي هتتقال اللي هو عارفها، اللي هتتقال اللي هو عارفها. ركزوا مركزين. سمعتوا؟ يا استنى، رب في يا حاجة رب كده، الله ينور بصيرته. اللعبة اللي بنقعد نجمعها اسمها ايه كده؟ لها اسم كده؟ داتا. لا في لعبة بتتجمع كده، الصور بتتجمع على بعضها بازل تبقى. بازل. القضية دي بقى بتتجمع بالشكل ده. صح. بس ايه رأيك في اخر بازل اللي جمعناها دي؟ ربنا بس يكمل كل حاجة على خير يا رب. لا ده لما نخلص البث هقول لك في الله خير. مكعب بقى غير هتحط. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. سيبكم حد انا. عايز يسأل حاجة؟ استاذه استثنائيه بتقول لك السلام حساك عليكم. يا استاذة فاطمة المحقق كونان. والله العظيم ان شاء الله المستشار احمد هياخدنا معاه في الفريق بتاعه في القضايا اللي جايه بقى. انا شهادته فيا دي بقى لا ما يعني انتوا هتيجوا هتعملوا لي مشاكل، تروحوا تقعدوا تتكلموا واصحاب المنصات تمسك فيكم وتبوظوا القضيه ويقولوا احمد حساب اللي خلاهم يقولوا واحمد حساب اللي خلاهم يعملوا. ما هو دلوقتي كل اللي مش لاقي حاجه. انا يا ابني
انا انا ما اسف في قلتش حاجه الكلمه، والله. اللي بيصحى من النوم ومراته مش عامله الغداء يقوم فاتح البث على احمد حسان. مش عارف انا ذنبي ايه، والله السلام ما عارف. عليكم. لهوي تصدق صح. استاذه استثنائيه بتسلم على حضرتك يا دكتوره في الاول عشان تحت عشان ما خليها تخليش بالك. تطلع ايوه او اللي يمسك ازازه البرفيوم بتاعته ويجي يبخ يلاقيها فاضي تقول لك بس هو السبب. السلام لا عليكم. اله الا الله، واللي لا اله عليكم الا بيصحى الله. السلام. بتورطوني انتوا، خلي بالكم. واللي يجي يشتري بدل يلاقيها غاليه يقول لك لا ده خلص البدل اللي موجوده في البيت. لا مش للدرجه دي يعني، نبقى نجيب ورماك يشوف مقاسه كام وابعت له واحده هديه وخلاص. يتكلمون فيه فيتكلمون في هذه الأمور. عرفتي دكتورة؟ يعني ايوه يعني ده نفس ما يقولون ما لقوش في الورد عيب، مسكوه بيشتري بدل، لبس ساعات، لبس يعني انتوا هذا مش موظف يعني. ده ايه ده هو ايه طالع يتكلم عن قضية، بالظبط. مش ده طالع لزومه ايه بقى في يتكلم القضيه؟ ده لزومه ايه لا في عن القضيه؟ يا هو فندم عمره ما هي اتكلم عن أي او شيء شخصي انا بس يخصه عايز يعني. اقول لمعاليك حاجه، هي المشكله عندهم مش في القضيه. في الشخص. المشكله عندهم مش في القضيه، هم بيعملوا مشاكل شخصيه. يعني مثلا هقول لك على حاجه، حضرتك طلعت انتقدتيني وغلطت فيا وقلت الفاظ ما ينفعش ان هي تتوجه لي، هل ده بقى يديني الدفع ان انا اقوم طالع معاك عشان ارد عليكي؟ مش هنولها لك. شفتي بقى؟ استفزاز. ايوه عشان نعلى بقى قدام بعض. انت واكل الجو يا عم، اذكرني فاذكرك، اندبني فاتكلم، فكده زي اللي بيحصل معانا بالظبط. لا أستاذ أحمد يعني مبين عليه إن شاء الله أنه أعلى من هذا كله اللي يتقال عليه بوايد، يا وهو عمره فندم ما راح يشوف هالمهاترات اللي تتكلم. معلش يا فندم، انا عايز اسالك سؤال، الناس دي كانت تعرفني قبل القضيه؟ طبعا لا. طيب بتحكموا على حاجه عليا كتفاصيل قضيه؟ تعال نورني في المكتب، اشرب قهوتك، هتتلاقي في شاشات كده عاملينها في المكتب، حاطين فيها فلاشات بتعرض انجازاتنا من يوم ما استلمنا الكارنيه من نقابه المحاميين حتى ساعاته وتاريخه. دي اسمها ماده فيلميه، لازم يكون كل محامي عنده الماده الفيلميه بكل اللي عمله موجوده. صح ولا هذيك غلط؟ الساعة اللي ليه كلمة يطعن فيه، يعني اللي شاف شيء غلط علمي غير كده غير عملي كده لا حد يتكلم، غير بس كده يتكلمون انا في أشياء خاصة. عارفه امتى اقبل ان حد يكلمني؟ لما يكون حد اهل علم بينتمي لنفس النقابه اللي انا بنتمي ليها وبعتز ان انا بنتمي ليها، يكلمني في علم، احنا بنحاجج بعض، بنسترسل مع بعض، السلام بنفهم من عليكم. بعض، بنتعلم من بعض. زي المستشار ما شاء الله مجدي الأدوى. شوفوا لا ده شوفوا معالي الاخلاق في التحدث. المستشار ده استاذنا. شوفوا الاخلاق في التحدث يعني لا فض فوق بصراحه. ما شاء الله عليه، يعني محنك ويعرف كيف يتكلم، وكلمة ده إنه استاذ مجدي بيحارب شاركنا فيه بجناح مجروحه. واحد ده يعني. على فكره استاذ مجدي ده مدرسه بعيد عن اي حاجه في القضيه او خارج القضيه، يعني ده مرجع لينا احنا كشباب محاميين. يعني نتمنى ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا من فضله ونوصل حتى ل 1%، 2%، 10% بالكتير، لانه بسم الله ما شاء الله ربنا من عليه بعلم، وربنا يديمه عليه يا رب، ودايما يكون في زياده، لان بجد هو حد محترم جدا يعني، ده جدا للامانه والله. جدا. والعلم والله على فكره، جمهوريه مصر العربيه فيها قامات في مجال المحاماه، ممكن ناس مش موجوده على الساحه وما بتظهرش كتير، بس بجد في المحاكم احنا بنشوف اعلام وبنشوف ناس نتمنى ان احنا نوصل لربعها للامانه والله. ما شاء يعني الله. انا اتذكر في محكمه بنياد بورسعيد من 3 سنين كان في شاب هو اصغر مني ب6 سنين او ب5 سنين، كان بيترافع، اقسم بالله انا جبت ورقه وقلم وكنت بكتب وراه. برنامجه عن الوطن العربي هو هيفتح في مكتب دلوقتي بيتم انشاؤه في دوله عربيه، اكيد ده هو هيطلع يعلن عن ده يعني. اتفضلي يا استثنائيه. اسيبكم طيب. السلام لا عليكم. استنى، في حد هيسالك سؤالين، احنا معلش. اتفضلي يا استثنائيه. واستاذ السلام عليكم، منورين جميعا ومنورنا حضرة المستشار. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا فندم. الله يسلمك. من اللي بيسأل الحين؟ انت المفروض انا أنا عندي سؤال بس أحس إن المستشار ما راح يجاوبني عليه. لا قولي لو ما قالكيش. سؤالي قرقع في قلبي يعني من زمان. تمام، يعني بس بعرف هي دعاء ليش اعترفت؟ انا عشان ارد عليك الرد ده دلوقتي هيحسب عليا. شفتي والله قلت لك انا حاسه انه ما راح انا اول ما يجاوبني. سمعت قلت لك ها. شوفي انا كاتمه السؤال كل مره اشوف المستشار
واقول ما راح اسال، ما راح اصل اسال، ده ما راح اسال. مش قاعد يقولوا لك بيقول مفاجآت ومفيش مفاجآت، ما هو ده مفاجأة من المفاجآت. خلاص والله شوفي، انا لانه عارفه انه ما راح يجاوبني ما راح الح على الاجابه. تمام. تمام، اتفضلوا اللي عايز سؤال، عشان سيادة المستشار عنده مشوار وهينام عشان عنده شغل في القاهرة. اتفضلوا بسرعة. مين اللي نام؟ هذه صراحة يعني من المهارات اللي يمتلكها المستشار، عنده ردود دبلوماسية، واللي يبي يرد عليه يرد عليه، واللي ما يبي يرد عليه ما يرد عليه. وعارف شنو توجهه، شنو غايته من هذه البرنامج. عارفين ليه؟ تفضلي. لأن هو مش عاوز ياخد سبق صحفي ولا شو ولا الكلام ده. دي قضية يا جماعة فيها بنتين ضحايا. بس شيء حلو يعني انك تكون عندك محدد اهدافك، حاط لك خطة واضحة، عارف انت شنو تبي وسبب ظهورك، شنو اللي تبي تقوله وشنو اللي ما تبي تقوله. طبعا. اهنيك يعني على هالمهارات يا حضرة فندم، ده من كرم اخلاقك يا المستشار. فندم، ده من كرم اخلاقك والله. عاوز أقول المستشار الحاسد لا يطعن في عملك لأنه لا يراه، بل لأنه يراه بوضوح ولا يستطيع بلوغ. الحاسد حلو الكومنت لا ده. يطعن يقول لك في علمك في علمك. لأنه لا يراه، بل لأنه يراه بوضوح ولا يستطيع بلوغه. فعلا شفت بقى؟ اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول. بالظبط. طيب هي ما شاء الله شغالة كومنتات وأنا قاعدة أقرأ الحكم اللي بتقولها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل شيء هيوضح الجلسة الجاية. في كومنتات بجد كتير بجد. زعلانين. أنا كل كنت الأسئلة سيجاوب عليها تقريبا الجلسة الجاية. أما القرار ده فعلا فعلا على أنا ما لمست. حد بيقول لك قولي للمستشار الاسرار كلها مع المحامي السابق. طب هو هيعملها ازاي دي؟ هيعملها ازاي دي؟ احنا كلنا كده فاهمين ايه اللي تم عشان دعاء تتكلم، لكن هو هيعملها ازاي دي؟ الاسرار اللي انتوا عايزين تعرفوها دعاء استأمنت المستشار احمد حساب عليه. بصوا المحاميين اللي طلعوا قالوا لكم ان دعاء كلمتنا واحنا محامين فاطمه. استني بس معلش، بعد اذن حضرتك كل المحاميين اخواتي اللي انا مش غلط هغلط، فيا مش اللي هغلط، غلط فيا مش قبل اللي هغلط. شطب فيا. لحظه بس. حضرتك استنى لما اكمل. بالفعل ممكن تكون دعاء طب اتكلمت انا معاهم. ممكن انا ممكن اسال سؤال، اتفضل. بس تردوا عليا بكل امانه عشان ده اخر حاجه انا اسالها لكم، ماشي ومش عايز اي حاجه تاني. تمام. هل من المنطق والفطنه في المحامي حين يعلم ما يغمض من تفاصيل اي دعوه ان يعلنها عن الملأ على لسان شخص متهم في دعوه؟ لا 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 لا. هل من الفطنه؟ لا طبعا. لا هل من الامانه؟ لا لا برضه. طبعا. لو الامانه النهارده ان انسان بيأمننا على حاجه اطلع اتكلم فيها علشان اوجه بيها لهدف او شيء معين، لا يبقى انا كده فقدت في مصداقيتي. أمانة، في أمانة بأنها لا، ما هو انا اسف يعني، عيب ان حد يأمننا على حاجه. انا النهارده انا واستاذ فاطمه بنتكلم، ممكن بكره نختلف، بس انا لو ما عنديش ثقه في الشخص اللي بكلمه عمري ما هامنه على حاجه ولا هيأمنني على حاجه. صح ولا غلط؟ صح. انا افتكر اول مره او اول لقاء كان مع استاذ فاطمه كان المفروض ان حد مكلمني، والله انا للامانه عشان برضه الكلام يبقى قدامكم، قال لي في حد فلان الفلاني طلع وبيقول كذا 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 وبيبوظ الدنيا والحق ومش الحق. انا قلت له انا مش شايف الموضوع بالاهميه اللي انت بتكلمني فيها، ايه المشكله؟ طب على الاقل هي بتقول حاجه طالعه من على لسان شخص، مش زيكم انتوا بتقولوا حاجات ما فيش حد اصلا قالها وطلعت رديت. لا، وقال لك ساعتها احنا مقدمين فيها بلاغات. لا ما هو بص بقى، انا عايز اقول لك على حاجه بالنسبه لاصحاب المنصات، بس انا عليك ما تزعلي، لا والله. انا هتكلم بامانه. اتفضل. في اول ظهور على المنصات لما كنت بطلع عند حد بعد ما يقول نورتنا وشرفتنا يوم ما كلمنا على الخاص، بس خلي بالك ما تطلعش مع فلان عشان فلان ده كذا وكذا وكذا وكذا.
انا بقى رخم بصراحه، لما حد بيقول لي على حد وحش اروح اشوف وحشته بنفسي. طالع عند فلان دي مش يقول لي اقول رخامة لك على يا حاجه، سعادة المستشار. فلان اللي طلعت معاه كان بيقول عليك كذا وكذا، ما عادش يطلع معاه تاني. بقوا الاثنين هم دلوقتي وحشين. اجي اتفاجئ تالت يوم هتلاقيهم هم الاثنين في منصه واحده، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طب اطلع اخش لكم بقى اقول لكم انتوا صلحتوا امتى؟ انا بقى في اثناء طلوعك على كل المنصات دي بالله عليك امانه، عمري قلت لك فلان وحش ولا فلان وحش ولا بتاع واحنا مش بنتكلم عن هتقولي لي، ولو قلت لي هقول لك ما ينفعش، ولو انا قلت انت هتقولي ما ينفعش. انا عارف ان ده اللي هيحصل، بس هم بقى والله بيطلعوا يقول لك اصل فلان اتكلم عليا. ما يتكلم يا عم، اعمل له ايه طيب؟ والله أنا حافظة ردودك اللي قلتها يا أستاذ في ذاك الوقت، لأن ما شاء الله عليك ردودك دبلوماسية. لما قالوا لك ليكم فلان عداوه شخصيه مع حد اتفضلوا. بالضبط، وقال لهم، قالوا لنا في ناس طلعوا على منصتها وقالوا يا كذا، يا قال لهم جماعه، البينة على من ادعى. ما حدش هذه كان ردك؟ ما حدش يذكر لي لا اسامي لا ما ناس. نذكر أسامي، لا لا، إحنا أصلا ما نذكر أسامي. في حد في كومنت كاتب، بصوا يا ما جماعه، بنكتبش، الكومنتات حتى لو فيها اسم احنا ما بنقراهاش، فبالتالي مش هتتشير. فبعد اذنكم يا جماعه، ما اللي يتكلم يتكلم. هو انا معلش انا اسف في الكلمه، هو اللي بيتكلم ده يعني استغفر الله العظيم، هو اللي هيحاسبني مثلا؟ نبي مثلا. فكان ردك ان البينة على من ادعى وخلي اللي يتكلم يتكلم، يعني يعني ما شاء الله عليك وعلى ردودك. هم وراهم في كده كاتبين الكلام. موصيني اسالك سؤال استاذ، مع ان انا اعتقد ان الاجابة لا يعني، بس في اتفضلي طبعا. كومنت يقول لك هل في ناس كبار ورا الموضوع؟ انا اشوف انه لا صراحة. تفضل. الكبير ربنا سبحانه وتعالى، ونعم بالله. في اكبر منه؟ لا لا طبعا. طبعا. لا طبعا. خلاص، ما بالظبط يبقى كده. اللي فيه. والبنتين معاهم ربنا. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى اعلم الكل. صح. بص يا استاذ، انا عايز اقول لك على مبدأ كده جربيه في حياتك، هتلاقي الدنيا بالنسبه لك اسهل مما يكون. اللي لا مو ربنا انا، كاتبه مو لك. سؤالي، هاي سؤال في انا الكومنتات انا عايز برضه ارد منشنيني على اسالك. انا برد اوكي على اللي في الكومنت. اتفضل. بصي، واتمنى ان الجميع والله ياخدوا مبدأ ليهم، صدقوني هتستفادوا يعني. واتمنى اللي هيعملوا البث بكره بالنهار زي ما بيسجلوا اللايف يسجلوا دي، علشان يلحقوا يتكلموا فيها حاجه. ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل واحد من يوم ما اتولد كل حاجه يشوفها في حياته ليوم ما مات. فاحنا مش هنغير مشيئه ربنا ولا هنغير اي حاجه من الواقع. فاي حاجه تجيلكم سواء وحشه سواء حلوه، قولوا الحمد لله، لان ربنا سبحانه وتعالى لو بعت لك انسان يسيء ليك، شايف ان ميزان حسناتك قل فعايز يعليه باساءه الناس ليك بالباطل. لو ربنا بعت لك ناس تدعي لك، شايف ان انت سكت وحمدت وشكرت فلازم يزيدك من فضله. اما بقى حته ان حد ياخد حاجه جايه لحد او يبعد حاجه عن حد، والله لو اجتمعوا اهل الارض جميعا عمرهم ما هيضروا انسان ولا هينفعوا انسان الا بالشيء اللي ربنا كتب له. وبتوع لايفات الصبح، راجل بيعمل شغله وانا مفيش على راسي بطحه، واحنا الاتنين بندور على حق. اصحاب منصه من زمان الحمد لله، على التيك توك انتوا اللي جيتوا علينا دخلاء. راجل محامي من زمان جدا ويتنصب ما شاء الله مناصب عديده. علشان هو بيتضايق من الكلام. قال لا مش دي حقيقه، وانا عرفتها من حضرتك، انا عرفتها بمصادري. لا ماشي، مش شغل المحاماه بس، ده راجل ما شاء الله في حزب عريق ربنا بس ومسؤول. ربنا يهدي له حاله. ربنا والله العظيم انا مش زعلان منه، انا بس عايز اقول له على حاجه. انت بتقول انا صاحب صفحه ساخره، هو انت لما هتقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه كده هتقول له معلش يا رب بس انا كنت عامل صفحه ساخره بنتقد فيها الناس؟ هو في حاجه في الاسلام عندنا اسمها تبقى ساخر؟ في حاجه في ديننا اسمها تبقى ساخر؟ هات لي اي مله بس ده احنا هناك في اليوتيوب انا لا شفت الاستاذه بتاع مسلم. الاستاذ بتاع. انا بس لحظه، بس انا لا شفت مسلم ولا شفت مسيحي ولا شفت في القرآن ولا في الإنجيل حاجة اسمها بني آدم ساخر أو يسخر من الناس. ده ما اسموش محتوى يا فندم، ده اسمه ملتقى كذا. أنا ممكن أقول لك ملتقى إيه، بس أنا راجل محترم لساني ما ينطقش الكلمة دي. وصل. إنما يا فندم وصلت يا غالي، وصلت. والنهارده رايح برضه تفتح تاني البث وبتتكلم تاني، أقسم بالله العلي العظيم أنا اللي هعمل لك مادة ومحتوى أخليك تتكلم لغايه لما اجل حد فينا يجي. ومطلع لي واحده بتتباهى، اقسم بالله هذا حصل قدامي، بتتباهى
بتقول له انا فلان الفلاني نزل من عندي من على المنصه، جات له جلطه على المستشفى، هي ده عداله منك يا استاذه؟ جبت له جلطه ليه؟ ان شاء الله انت اللي قعدتيه، ضغطت عليه في الاسئله، خلاص الراجل جاله جلطه، فرحانه بنفسك بدل ما تقولي كلمه كويسه بتخلي انسان يتاذى وتقولي اصل انا وفرحانه. طب يعني مش عارف يعني. برضو يا أستاذ أحمد لو سمحت، الناس برضو اللي بتشجع المحتوى ده، أنا عن نفسي على اليوتيوب يمكن تكون القناة اللي دي. بيشجع يا فندم ده زمايلي في المكتب جمعوا لي الفيديوهات. لا لا، وانت أنا خلي بالك، قصدي انا بس عايز اقول لك على حاجه، احنا الفيديوهات بنعمل لها حاجه اسمها يا ريكورد فندم، سكرين، اللي لا احنا قصدي أما بنسجل حد الشاشه. يشوفه، انا بس أما عايز اقول حد لك على يشوفه. حاجه، احنا مش بناخد الفيديو كده نحفظه، لا، انا باخد الفيديو بكومنتاته من اول ما بيتفتح لغايه لما بينتهي، يعني الكومنتات شغاله، الشاشه متسجله. مش لاقيين حاجة يعملوها يا ست المستشار، هيلاقوا مين أكتر يا أستاذة فاطمة، يا أستاذة فاطمة، يمكن تكون هي القناة ديت قناة صغيرة على اليوتيوب. أنا دخلت ما عجبنيش رد صاحب القناة على تعليق على واحدة بتعلق، روحي اعملي ما أعرفش إيه طب انا رأقة في سطر. احنا النهارده اللايف كان أقول على 1000 حاجة. احنا دلوقتي اللايف مش عالي 800 يا ست طب المستشار. انا بس عايز اقول على حاجه، بس هقول على حاجه بسيطه. هما في احد البثوث قاعدين بيتكلموا عادي بطبيعتهم، في راجل دكتور محترم ورجل سياحه من الطراز الاول، وراجل ربنا يجازيه على اللي بيعمله خير، دخل بيقول لهم انتوا ليه متحاملين على فلان؟ انا مش عايز اقول لكم ايه الشباب اللي كان مع اللي عندهم. يعني هما دلوقتي على فكره جايبين حد بيسجل، خلي بالك، علشان يعرضوا الصبح. طب ما انا عارفه، ما هو اصلا كده كده بيتسجل وهيتذاع على اليوتيوب. لا هم بيسجلوا علشان يعرضوا بكره. بياخدوه من على اليوتيوب. هم أصلا يفتحون البث، يعني عليا أنا بداية البث، لا بداية البث صار في أستاذة فاطمة وقالت أستاذة فاطمة، وطبعا ما يقولون أوكي، وأستاذ أحمد وسعادة المستشار، حضرة انا بس المستشار عايز طبعا. اقول حاجه، انا عايز اقول على حاجه، هو برضو اللي فهمه غلط، هو مش من حقه ولا مسموح له ياخد صورتي بالذكاء الاصطناعي ويحطها غلاف البث بتاعه، لان ده لحظه بس، ده اسمه مستشار تشويه. احمد عايز اسالك سؤال لو بس سمحت. اتمنى نبقى رجاله للاخر، وما نجيش في الاخر نقول يا ريتنا. عايز اسال سؤال لو سمحت. وانا في اخذ الحق ما بقدرش لحد الا الحق ما بقدرش فيه لحد ابدا. ده جايب يقول لك ايه بقى، جايب حد معاه، عايزين بس نشوف بعد ما دعاء هتاخد حكم هيبقى رد فعله ايه. هقول الحمد لله. ايه اللي هيبقى رد فعل ايه؟ انا عملت نصيبها لا قدرها. يفهم، هو لازم يفهم حاجه، انا عملت مجهودي، انت بقى كنت بتعمل ايه؟ طبعا. انا اسف في الكلمه، لا بفتح منصه علشان يتبعت لي هدايا، لا بفتح منصه علشان يبعت لي تعليق ب 20 يورو ب 50 دولار ولا و10 ريال. انا اسف في الكلمه، انا اكل عيشي مش المحاماه. يعني انا بكره لو قفلت المكتب الحمد لله مش عايز حاجه، الحمد لله كرم ربنا. وهو مش بيقول اي كلام، انا عارفه كويس جدا. اصل عيب يعني، انت بتتكلم في ايه؟ ليه كلامكوا ده؟ اهو لسه حد اهو باعت لك بيقول لك 10 ريال، اه والله بشوف الكومنتات دي عنده. ايه ده؟ هي اليوتيوب ايه ده؟ بياخدوا فلوس في الكومنتات؟ هو بيتريق يا مستشار، هو بيتريق لا لا يا بس ايوه هو بيضحك على كلمة 10 ريال يعني. لا الكومنتات قالوا لي بس انا ما كنتش اعرف بجد انه كلام بجد. انا عايز اسال سؤال مهم اهم من ده كله، واحنا هنخش نتكلم امتى كراجل في وسط كل الستات دي؟ مش عارف اتكلم كلمه. يا استاذ مش عارف. نعم. ليديز فيرست، تسمع البث ما تتكلمش. طب ما كلهم ليديز فيرست، ما انا كلهم ليديز، طب اعمل ايه انا؟ يعني مفيش حاجه حجه قانونيه اخش اخد بيها حقي واتكلم طيب ولا ايه؟ هذه عنصرية استاذ. سيرتك جت النهارده على فكره يا استاذ سامح. ما انا عارف. واتكتب عليا ان انا واحد نقال علوم. ما تقولش. لا انا ما قلتش، انا بقول نقال علوم عادي يعني، ما فيش مشكله. لا انا اعرف
انا اعرف نقال العلوم ده، يعني انا اعرف نقال الرياضيات مش علوم، والله بس الغريب يا أستاذ سامح إن هم ينقلون علوم بس ما يشوفون روحهم إن ينقلون علوم، بس من أحد ينقل علوم صرنا نقالين علوم، بس هم عادي. بص حضرتك بجد يعني انا يعني بص هم اتفهم ان انا اخش ارد عليهم في كلمه لا زي بص كده يا مش استاذ سامح، فاهم انا نفسي. هقول لك على حاجه. اتفضل. انا اتعهد معاك اتفضل. واعمل اللايف في المكان اللي هم يختاروه، يقعد قدامي في مكانه، اناقشه راجل لراجل، ولو هو مش موجود هنا اروح له لغايه مكانه والله قلت لهم كده تعالوا راجل لراجل حتى اناقشه راجل لراجل. طب انت هتناقشوا راجل لراجل هو ولا الاسيستنت؟ انت تعرف ان اخوك عنده من الكفاءه يناقش بلد. انا عارف صدقني، انا بقول لك يعني انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. بعد ما بتناقش مع هيئه موقره ومع نيابه عامه ومع كافه الجهات السياديه في الدوله بالظبط ومع كل القامات دي، من غير ما تساله صدقني هل انا بقى يعني مش هعرف اتناقش مع دول. وغير كده انا ما اعرفوش بجد، ده انا بجد ما اعرفوش هو عايز ايه ولا عايز يوصل لايه، حقيقي ما هو اعرفوش. بس طب ما هو ناس كتير، انت عارف مين صدقني عاوز انا عايز ايه؟ اقول لحضرتك انا دخلت وشفت الكلام ده عليا ونقال كلام ونقال علوم مش كلام عشان بالظبط، بس ما مش هم دول ارد عليهم يعني ما فيش، يعني خلاص عادي، يعني انا ممكن قاعد ما بيتكلمش ويتقال كذا. وحضرتك عارف ان اكيد عارف ان في بلوجر في مصر كده الناس كلها ماشيه يمين مش شمال عشان يشتهر. انت عارف بس انا اللي هيتعبه حاجه واحده، هو طبعا بيقول لك طلع على المنصات. طب انت لما تعرف ان في برنامج حواري هيتعمل يعني هيبقى على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وعلى كل الكلام ده، هتيجي تقول ايه فيه بقى؟ اسمح لي يعني أستاذ أحمد، يعني 20,000 محامي يصعدوا عنده في البث، أوكي ما انتقد إنهم طالعين على المنصات، بس أنت المشكلة بس معاك أنت لين تطلع في المنصات. والمشكله أما معايا انا كمان وانا أما اللي يا يدعوهم للقسط بنفسه يا ويرحب فندم فيهم يا ويهلل فندم ويستقبلهم انا ممكن اسالك سؤال؟ عادي، تفضل. هو انا مش مواطن زي اي مواطن من حقي استخدم وسائل التواصل في وقت راحتي، ولا انا مكتوب عليا افضل قاعد في طبعا المكتب فين؟ طبعا لا طبعا، ممنوع، انت مو بس في فكر. المحكمة وتتكلم، يعني انت بس في المحكمة انا لازم تتكلم اتكلم فين؟ في المحكمة بس. طيب المحكمة عندنا من الساعة 10 للساعة 2 الظهر، أقعد بقى من 2 الظهر لغاية لما أنام أكبت جوايا، ولا أطلع أتكلم مع الناس؟ اقعد في لا مكتب ازاي؟ القاضي، اقعد في مكتب القاضي مو اكتب مو ملفات مو محكمة. استاذ، معليش استاذ، يعني هذه التناقض انا ما اقدر افهمه. يعني انت تصعد محامي عندك وتقعد تستشيره وتستضيفه ساعتين ورافع البث على حسه، وينزل محامي وتصعد محامي وينزل محامي وتصعد محامي، واهلا بالمستشار وترحب وتصعدهم واسئله وتعطيهم مساحه عادي للمحامين، يا فندم عادي يدخلون المنصات، بس أنا المستشار بسأل احمد سؤال. حساب ممنوع. أنا بس بسأل سؤال، هو لا يقدر يمنعني ولا أمنعه. أنا أصلا كل اللي حصل للأمانة كان عمل كذا بس تجاوز في شخصي، ما اتكلمش في القضية خالص. فأنا دخلت بكل شكوى وبكل أدب، كتبت كومنت: شكرا جدا لذوق حضراتكم. ليه الكومنتات مكتوبة شكلها مش حلو يعني، لا ترتقي. أنا يعني أعتذر لكل بنت وكل أخت تسمع الألفاظ دي، وأعتذر لكل شاب راجل يسمع الألفاظ دي. اي والله تلوث سمعي، تلوث سمعي يا استاذ صراحة. فطبعا هو بيغلط فيا، طبعا هو مستني اطلع ارد عليه. طب انا هرد عليك اقول لك ايه؟ اقول لك انت غلطت فيا كذا؟ لا يا عم انا مش هرد عليك، بس انا هقول لك كلمه هو واحده. عايز يوصل لكده، يعني انا عايز هقول يوصل لك كده كلمه ترد انا هقول عليه لك كلمه عشان انا هقول لك يشتهر على حسك. انا هقول لك كلمه واحده. يا رب كل كلمه قلتها عليا بسخريه وكل كلمه طلعتها من لسانك عليا، لو انا كنت استحقها يا رب حقها فيا، ولو انت قلتها عليا بالباطل انا هقول لك يا عم مسامحك فيها، عشان ده وزرها هيبقى جامد قوي يوم العرض. في احلى من كده؟ ده كان مقصدي يا استاذ احمد، انا ما تحملتش انه يهاجم واحده بتكلمه ويقول لها روحي بعيد روحي بعيد اعملي كذا سوري يعني. فما بالك لو سمعته بيتكلم عن قامه وقيمه؟ انا ما دخلتش اساسا، يعني انا شفت عنوان قلت اشوف ايه جديد، لقيته قاعد يسب ويشتم لمعلقه هو الجديد، هو الجديد. مستشار احمد هو ده المحتوى بتاعه. لا ربنا ما يسهل يا باشا معلش. مو المحتوى ماله استاذ آسف سامح، هذه مستوى. انا ممكن هذه اقول لك، غريب انا ممكن اقول لك على والقديم. حاجه، اتفضل. ممكن بعض الناس تعرف الكلام ده. هو انا لو عايز اطلعه مسرح مش هطلعه مسرح على مستوى مصر كلها؟
طبعا. بس ليه بقى انا اوصل معاك للمرحله دي؟ انت راجل بتقول انا بقدم محتوى ساخر. دي انا اعتبر واحد يعني، ما انا بالظبط يعني انا، ما هو انت انا مش راجل بتقول انت راجل بتقول انا بقدم محتوى ساخر. عارف المحتوى الساخر يعني انت اراجوز، صح كده؟ بالضبط. انا مش هقبل عليك الكلمه دي لو حد قالها لك. هو كل انان ينضح بما فيه. انا ما اقبلش عليك الكلام ده والله. انا مش زعلان منه بجد. انا ده على فكره، عارف بعد ما بس برجع من أستاذ المحكمه. أحمد أنا ممكن بس أقول لك كلمة. في اتفضل. ناس تفهم أسلوبك هذا الأدبي والأخلاقي ضعف، لأن هم يعني ما ينفع إحنا نتعامل معاهم بهالطريقة. ضعف ده ليه معلش؟ وانا لا مش أنا اقول لك بقول على هو في اقول ضعف، لك على في حاجه ناس بامانه. تفكر إن هو اقول مش لك قادر على حاجه يرد علي. بامانه. يعني أنا لا لا سمعت لا فعلا في لا لا, لايف لا. اقول إنه أقول لك حاجه اقول لك حاجه بامانه. تفضل. هو فعلا ضعف، عشان انا راجل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مديني بالقوه، بس ما قاليش استخدمها مع الضعفاء، اللي الله استخدمها مع الله الاقوياء. الله عليك. استاذ احمد في كومنت، أنا معلش انا عارفة كنت إن بقرا أدبي، ناس لا كومنتات والناس تفهموني، أنا مش سكتت لي قاعدة في أقول أستاذ واحده. ضعيف. لا انا بقول لك انا فعلا ضعيف، لا لان ربنا الحين سبحانه كومنتات وتعالى انا مديني تفهموني. بس لا أنا اللي أقصده أنها في يعني آسفة على اللفظ، في أشكال معينة لازم تتعامل معاها بطريقة هم يفهموها. الأدب ما يعرفونه لأن ارد هم مجردين ارد منه. يا فندم، انا بس بسأل سؤال، ارد عليه اقول له ايه؟ يعني ما لا تعرف بس والله. بس هو الأستاذ ترى أنا يعني لا تابعته في أكثر من بث، لا هو يرد بكل أدب واحترام ولكن وغير ردوده كده قوية انا وياخذ مش موقف. عايز اقول المثل زي ما اتعلمناه، بس عايز اقول لك على حاجه بسيطه. لو شخص بيهاجمني وهو في الطين علشان اخش هاجمه وانتصر عليه، هيشدني اعك نفس طين بعد ما اخلص، بالظبط. يرضيك ارفع ايدي وانا منتصر وانا ايدي متلوثه بالطين؟ هيجرجرني للحته بتاعته عشان اعرف ارد عليه، وده اللي انا بقوله لكم. لما حد مش محترم بيتكلم عليا اقول لكم انا مش هعرف ارد بطريقته، مش هعرف. يا جماعة الناس قاعدة تمنشني ويقولون لي أسأل المستشار. خلينا بقى في موضوع بمناسبه الطين. ايه ايوه الاخبار ايوه الطين كنت اقول لك اللي مع كده، كيف المحكمه حالك ما انا يا ان كنت شاء الله يوم انا الجلسه هنعرف الطين انا منين. كنت قاصد، عشان كده بقول الطين. عايز اقول لك على حاجه، هم اخذوا اكتر من حقهم في الكلام اسأليه عنهم دلوقتي. استثنائية، مين؟ عشان السؤال ده اتكرر قوي. نعطي استثنائية مجال اسأليه. أستاذ يعني انا سامح ممكن علشان اسال في عنصريته. كومنت يا اسال سؤال فندم. يا استاذ طبعا سامح؟ انت عندك ملحمه للطين يوم الحاج، ملحمه. وبعدين ولا استاذه ملحمه ولا استثنائيه حاجه. عنصريه، انا اللي قلت لاستاذه فاطمه واستاذه استثنائيه طلعت جد دلوقتي، طلع الجست عشان ما تنسيه شوف بس. أنا بالعكس أنا قاعد أقول لهم بنعطي مجال للأستاذ ما انا بقول سامح لك صح، ما عشان انا بقول لك العنصرية بشكرك. اللي عنده إنك أنت تسأل. ملحمه يا تفضل أستاذ باشا، عندك سامح. قرائن وادله. انا بص بشكرك بص عشان كده. تعالى نتكلم انا وانت لوحدنا وهم يتكلموا لوحدهم يا بقى. استاذ سامح. نعم. اتفضل استاذ سامح، لحظه بس لحظه بس. اتفضل امانه عليك كده، اتفضل. اي كلمه تتقال في حقك بكره خليك كده يعني ايه. خليك بارد. لا مش عايز، لا طبعا سلامته يبقى بارد ليه ان شاء لا الله. لا 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 هادي. عايزك يا استاذ سامح كده تتعامل معامله انت راجل محترم، ربنا يخلي حضرتك. ولو ما جاتلكش المذمه من ناقص ما تعرفش ان انت راجل محترم، خلي بالك، وكل نجاح له ضريبه. ده من ذوق حضرتك طبعا. كل صدقني نجاح. انا سمعت وناس كتير يا باشا عرضتني عشان انا وجودي هنا في المنصه. انا بقول كلمه واحده، لو هو هيقدر يقابل ربنا سبحانه وتعالى يقول له اصل انا كنت بسخر من الناس ويواجه ربنا سبحانه وتعالى، يكمل في اللي هو بيعمله. صح. يعني ما هما ما سمعوش الحديث اللي عسى ان يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اكيد. بص حضرتك، هم ما طبعا. سمعوش ولا بيشوفوا. هم صحيح يا استاذ المستشار، مش كان في موعد مباراه كره قدم تلعبوا مع بعض فنانين مع المحاميين؟ احنا دلوقتي في ماتش لوحدنا، هنخلص الماتش ده وبعد كده هو نلعب. اصلا ايوه. المستشار احمد حسان ممكن ما يكونش سمع الموضوع اللي انت بتقول عليه ده اصلا. لا سمع وكان موجود ساعتها. قال له انا عايز اقول، ده قال له هنطلعك وهو المستشار احمد طب الثاني. انت استنى، انت على فكره دخلت الكلام في الكلام كده، الناس هتفكر ان احنا بنتكلم على شخص تاني. لا 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 هو انا فاهم، بتكلم بس مش هو كان عندك. افتكر السؤال ده يعني. لا لا انا لا لا فكرت مش كان عندك مباراه ما رحتهاش؟ لا ما رحتش المباراه والله، كنت عندي مباراه تانية. خساره. ده بياكل وهو واقف. خساره، ده انت كنت هتطلع في نجوم السينما يعني المره ما دام الجايه. هتفتح لنا، ما هتفتح لنا احنا شخصيا منصه بعد القضيه. ايوه. لا والله انا الناس كلها، انا ربنا يعلم بعز الناس كلها، بس انا بقول لك ده مثال. اصل ما انا مش عايز والله اقول كلمه جارحه عشان برضه هيطلعوا يزودوا الطينه بله.
انا ما بعترفش باعلامي غير الاعلام اللي بيطلع على قناه في التلفزيون المصري، من الاخر كده. الحمد لله انا مش اعلاميه. لا انت مش اعلاميه، انت دكتوره. الحمد لله انا مش اعلاميه، ولن اكون 6 اعلاميه. سنين إعلامي وعندي منصة. كل الفرق النهارده، كل اللي جمهور الزمالك النهارده كان ماسك اعلام، كلهم اعلاميين. لا هو الاعلام يمسك علم. اقول لك الميثاق الاعلامي يحق لاي شخص ممارسه الاعلام ان لم يكن يمارس مهنه اخرى. وبعد ايه؟ وبعد مهنه استخراج اخرى كافه قاعد في البيت التصاريح، يعني. وبعد استخراج كافه التصاريح والتراخيص اللازمه. ماشي، بس مهنه ما بيمارسش مهنه اخرى عن حد ما عندهوش بس شغل. للامانه هو في شخص واحد يعز عليا بجد، وربنا يا عارفاه رب يوفقه. ده الوحيد اللي فعلا عنده منصه وفعلا مسجل في المجلس الاعلى للاعلام. وشاطر. وده مش شخص شاطر بس، ده ابن حلال. ومش هقول كمان اسمه، لا هقول اسمه، فتحي الجوهري. بصراحه شاطر. بصراحه ايوه. بصراحه طيب فتحي الجوهري انا كنت معاه مع محمود عنب. في ناس الواحد بيدخل عشان الاستاذ محمد عوض راقي 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 راقي، لا بص ربنا بص يحميه بص بص الشباب، ولاد بلدي والاستاذ اسلام وكله كلهم رقم. ولاد بلدي في مجموعه المستشار كبيره. محمد عوض كلهم رقم. طب انا هقول لك على حاجه، اقسم بالله المستشار محمد عوض والاستاذ اسلام ناجي بينتقدوني، بس قبل ما بينتقد بيقول كلمه بتخليني انا لازم استمع لانتقاده ولازم اكون فرحان اللي هو بينتقدني. يقول ايه؟ اخويا المستشار احمد حسان قبل ما بيتكلم عني بيقول كده. واستاذ فتحي الجوهري اختلاف الراي يا جماعه لا يفسد للود قضيه. ويا استاذ احمد مجهود جبار في حد بذلوه، لولاهم في كنا حد عرفنا حاجه. في حد انا اللي قلت بيقول لكم لي الكلمه دي، لولا لحظه الناس بس، دي احنا ما كناش ايوه عرفنا. لحظه بس لا لحظه بس. في حد بيقول لي استاذ فتحي ايوه الجوهري واستاذ كلنا. محمود عنب بيهاجموك. يا جماعه دي مش مهاجمه، المهاجمه دي لما يكون حد بينتقد شخصي، انما بينتقد مجال عملي، من حقه هو ممكن يكون شايف ليه وجهه نظر وتحترم. وعلى فكره انا مش بزعل من الكلام ده. واستاذ فتحي انا شفت بيبقوا كتير. مش متابعين يا استاذ احمد. مستشار احمد مش طالع يدينا توجيه ان دعاء ما عملتش، هو كل انا واحد شفت حر. المناظر اللي كانت موجوده، وكانت الموضوع منتهي بضحك مع بعض وهزار، وما كانش فيه اي حاجه يعني يا جماعه، ما كانش بيهاجمونا. انا رفعت التليفون على فتحي الجوهري في الهواء، قلت له انا مش هنام وانت زعلان ولا انت زعلان مني، بيني وبينك عيش وملح. بالظبط، يعني ربنا يديم المحبه يا لا جماعه، مش يا كل حبيب الناس. قلبي، قضية اسمعني بس، ما قضية وهتخلص. نفترض دلوقتي اخوك ربنا كرمه وكل قضية رأي عام في بورسعيد جات له، هم هيقطعوا اواصر الود في قضية واحدة ولا لازم نفضل صحاب؟ طبعا. قبلت القضيه اللي جات لك بتاع الراي العام اللي فاتت دي يا ست مستشار بس ولا لا؟ مفيش حد هيتكلم فيها خلاص. والله انا اللي قلت له ما حدش يتكلم بصراحة. تمام، بس خدتها يعني. الحمد لله. تمام. الحمد لله. يوفقك. الحمد لله. ربنا يوفقك يا رب. بس فما تزعلوش، احنا نزعل من حاجة واحدة، الانسان اللي بيوجه سباب واتهامات للناس بالباطل. اي نعم. انما انا عايز اقول لكم على حاجه للامانه، وكان الكلام ده انا اول مره هقوله عشان عايز دول يسجلوا على لساني. انا اول لقاء كنت عملته كان مع استاذ محمد الغزاوي، صحفي من بورسعيد، اخ محترم. وعملت مع استاذ فتحي الجوهري ومع استاذ اسلام ناجي ومع المستشار محمد عوض. دي اللقاءات. وهقول برضو كلمه للامانه في حق اخواتي علشان تبقى الناس عارفه، الناس دول انا لما طلعت معاهم كان اتفاقنا واحد، وهم بالامانه كانوا عاملين استديوهات، مش كانوا عاملين حلقات عاديه. والسلام للامانه، نقول اللي لينا ونقول للناس محترفه في شغلها فربنا يكرمهم. تمام. اما في المنصات طلعنا مع استاذ محمود عنب، طلعنا مع استاذه فاطمه، الناس كلها احترمتنا. ما فيش مثلا غير لقاءين ثلاثه لو رجع بيا الزمن انا ما كنتش عايز اكون موجود فيهم كمحامي، كنت عايز ابقى موجود فيهم كده كاحمد حساب المواطن. بس للاسف المحاماه طغت عليا في التوقيتات دي. معلش. البثوث دي انا طلعتها رغم ان هم طلبوا مني على الخاص وبعد اذنك ما تعرفش الناس الا لما تعاشرهم يعني. معلش يا فندم. انا كنت بتكلم مع حد في مواد قانون بيقول لي انت لازم تكون عارف انا شغال في قضايا الرأي العام بقالي سنين. قلت له يعني ايه يعني حضرتك محامي؟ سنين لو سمحت. لا، شغال في قضايا الرأي العام من قبل ما يخترعوا الموبايل اساسا يعني. كان شغال في ايه؟ مش هقول لك بقى معلش. روح بس ينادي على سامي. روح بس ادفع الاتعاب اللي كان المحامي واقف لك في القضيه بتاعتك ولسه ما اديتهالوش. روح ادفع بس الاتعاب. طب اهو يلا.
يا عم بقى عيب بقى، مش عايز اتكلم بالله عليك. خلوني الكلام ده ساكت. خليني ساكت بقى. اسكت يا انا لساني. راجل مؤدب ومش عايزه اتكلم. خليني ساكت بقى. مش عايز اتكلم. والشخص اللي طالع بيقول لك مسجل له مكالمه وهو بيغلط في اصحاب المنصات. طيب استعين باصحاب المنصات وهات المكالمه وحدد يوم نيجي نسمعها مع بعض. انا فاضل الكلام ده بالله عليك. ربنا طب يكملهم سؤال معاك. شخصي بقى، اسالك على حاجه. ليه؟ اتفضلي. ايه رايك في انا مش محتويه خالص الكلام ده خالص، بس ايه رايك في موضوع تحليل الجرائم دي التقيله دي؟ انا انفع اكمل؟ هو انا ممكن اسال سؤال محترم؟ اتفضل. اي حد يملك من الفطنه ومن الادب ومن ادوات العرض ان هو يعرض بشكل جيد، ايه المانع ان هو ما يطلعش يتكلم؟ لا معلش، انا انا رايي عايزه راي تاني. حضرتك انا هقول لك رايي كمان. انا ممكن اقول رايي؟ انا اقول رايي الشخصي، بس الراي ده بامانه يعني. ماشي، والله انا عارفه ان انت صادق، مش هزعل لا ايا لا كان. لا، انا هقول لك والله العظيم على بعض الحاجات كده. يعني حضرتك واستاذ محمد عوض، طريقه عرضكم للقضيه، انا اسف، انا كاحمد حساب شخصيا بتشد. فتحي الجوهري بقى ليه اسلوب تاني للامانه، بيجمع كل الاطراف وبيسمع لهم اكتر ما هو بيتكلم. فتتلاقي ده مثلا اللي بيحبوا شخص او بيكرهوا شخص بيبقوا قاعدين في البثوث عمالين بيردوا على بعض، انما هو بيعمل طريقه ان هو يخلي الناس كلها بتتكلم، ودي للامانه برضو ايه، ميزه عنده. ده انا بخلي الناس تتكلم، ده الناس استنى هقول لك حاجه، هقول لك على حاجه بس. اما في لقاءاته هو بيعمل اللقاء صح، بيعمل لقاء لو قعد يشتغل فيه لمده فترات بتبقى حلوه. انت بقى عندك ميزه بس ممكن تحافظ عليها بشياكه، علشان الناس برضو ايه بتنتقد يعني. بسم الله يعني، بسم الله ما شاء الله، الناس حباكي، الناس حباكي. ربي. لسه كنت اقول لحضرتك، هو لحظه ممكن بس، تستمري طول ما معاك الناس الناس المتابعين بتوعك معاك. الناس اللي حبتك على وضع، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يفضلوا مستمرين معاك وانت تكون مستمره معاهم بنفس الوضع. لسه بقول لحضرتك حالا اهو. لان خدي بالك، من السهل جدا انك تكسب الناس، بس من الصعب جدا انك تقنع الناس. صح، او تستمر في ده. لا، دي اول قضيه، دي اول قضيه. من السهل جدا تكسب الناس، بس من الصعب جدا انك تقنع الناس. فاللي ربنا يمن عليه بحاجه زي كده يستمر فيها طبعا، ده للامانه يعني. دي اول سهل جدا الوصول بالنسبه لاول للخبرة. قضيه الاداء كويس، صعب جدا بالنسبه لاول الحصول مره. عليها. هو معلش، انا اسف في الكلمه يعني، انا اسف في الكلمه. والدة المجني عليها اللي هي اقوى عنصر في القضيه كل يوم معاكي، هيبقى الحصر عندنا ان شاء الله ولا عندك انت؟ لا، بره الموضوع ده. احنا هي اخت بعيده عن الكلام، انا بتكلم ان انا. انت ايه اللي يوصلك ليهم غير انك بذلت المجهود والناس صدقوكي؟ الحمد لله، ده توفيق ربنا ده. بس ما هو معلش يعني، القضيه هتخلص، بس انا واثق ان انت اسبوعيا هيبقى في تليفون بينك ما بينهم. يوميا احنا في تليفونات بينا، وبعد القضيه انا قلت كده بعد والله القضيه قالتها احنا اخوات. قالت لي اليوم ياخذ الله امانته، قالت حتفضل اختي وتواصل معاها اليوم ياخذ الله طبعا امانته. طبعا. انا بتكلم عن الناس اصحاب المحتوى ده اللي شغالين فيه من 6 سنين يا استاذ احمد، من 6 سنين. والنبي برضه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، والنبي افتكرتها لان كنت سامع الفيديو. كان في شخصيه طلعت تقول شعر برضه على نفس المنصه دي، بس محدش يضحك لو كان سمعها. طلعت تقول شعر فيما معناه المفروض يا صعيدي ما تتكلمش عن الناس يعني، وهي صعيديه المفروض ان هي تقول ان هي صعيديه. تمام. وانا بقول لها احنا ما عندناش صعايده بنات بيطلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يبقى عندهم صفحه اصلا على الفيسبوك يا صعيديه. الحريم الصعيده بتقعد في بيوتها تربي عيالها، المفروض ما بيطلعوش يا فندم على منصات. خصوصا ان لو ما لهمش شغل تاني مش محتاجين. لا ما عندناش احنا كده. كانت بتقول شعر، في حد تحت بيضحك ورفع ايده، كانت بتقول شعر.
شاعر ما شاء الله. صح ولا غلط؟ المفروض انه صح. يعني انا والله الناس دي قلبت الصح غلط والغلط بقلبوا. انا بشوف حاجه انا ما بشوفش دلوقتي، ما بقلبش. يمكن حضرتك لما كنا بنتكلم قلت لي مع اسماء، قلت لك والله انا مش متابعه. انا فعلا ابقى بسمعي وبصري اني اتابع او اشوف الناس دي. المهم يا استاذه فاطمه ان المنصه بتاعت حضرتك باكج على بعض بينا كلنا عشان بس تستمر. طبعا انتوا اخواتي وحبايبي. انا ما بقولش لحد اعملوا فولو حتى للقناه، يعني ما بقولش لحد اتاكد من متابعه الصفحه. الحمد لله ده رزق وربنا كاتب. انتوا كلكم طبعا متابعين المستشار احمد ولا ايه؟ عايزين نعلي الصفحه دي قبل القضيه ما تخلص. الصفحه دي توصل لها على الاقل 50,000 بني ادم. شوف كل واحد بيدور على مصلحته يا سامح، عايز تعلي صفحتها بس. لا صفحتك يا مع ان باشا، انا عندي المستشار احمد. مع ان انا والله عندي ابدا كلنا هنعمل فولو للمستشار احمد. مع ان انا عندي صفحه المحتوى بتاعي فاطمة الفرعوني، أستاذة بس ما فاطمة. قالتش عليا ولا مره. طبعه سامح مثلا ولا مره. بص الاستاذ سامح انا متابع، انا كده عامل فول المستشار احمد من اول يوم. بكلم بجد والله، وبعت له رسالة خاصة وردت عليا فيها كمان. احلى سعوديين في العالم. حد مستني يشمت فينا ولسه في الخاص يا أستاذة فاطمة، مين اللي بيقول؟ اللي بتكتب حكم في الكومنتات دي ما شاء الله. انا ما بقراش حكم والله. الكومنت اللي قلت التعليق ده جميل، ده هي ما شاء الله شغالة كلها لما اخلص أيوة. اشوف الخاص ان شاء الله. يمكن دلوقتي عاوزة حاجة بقى، ما انا مش هعرف اشوف الخاص دلوقتي. وسامحوني كل الناس اللي بتبعت على الخاص، سامحوني لاني فعلا مش بقدر افتح الخاص كتير جدا جدا. انا الواتساب مش عارفه افتحه، اللي هو العادي يعني، اللي هو اللي مش مع الناس كلها، مش عارفه افتحه، فمش هقدر افتح الخاص. هانت كلها كام يوم. وبقى يومكم سعيد كده، اقعدوا بقى اتكلموا وانا هبقى بسمعكم والله. معلش مش هطول عليك، اتفضل. خلاص اتفضل ماشي. بكره معانا ان شاء الله الساعه 10 مع المستشار مجدي. لا بكره بقى زبونه بقى ضيع يعني. انا اسال سؤال، يعني معاكم المستشار مجدي وعايزين انتوا هتهزروا بجد؟ ده طبعا استاذنا كلنا. ما برضه احنا عايزين ايه؟ لقاء القمه، لقاء العباقره. القمتين وعلى فكره احلى لقاء كان اتعمل قانوني بامانه بتاع استاذ مجدي. لا للامانه يعني، انا والله بقول لكم كلكم خشوا على صفحه استاذ مجدي شوفوا البث ده تقريبا احنا شرحنا فيه القضيه، وشرحنا فيه اجزاء مهمه هتسمعوها اصلا الجلسه الجايه. بس بشرح علمي يعني بامانه كان لقاء. انا استاذ احمد، انا يوم اللايف ده انا نمت وانا على اللايف عندك، اقسم بالله حضرت كله. انا هقول لحضرتك حاجه قبل ما تطلع وتسيب الجست. الاستفاده من لقاء حضرتك مع المستشار مجدي ان انتوا الاثنين احترامكم لبعض بيعلم الناس حاجات كتير معانا بجد. طبعا بكلم حضرتك يعني، فاحترامكم لبعض وتقديركم لبعض وكل واحد بيبقى التاني على نفسه، دي بتعلمنا احنا كلنا حاجات كتير جدا يعني. بصراحه على فكره من قبل القضيه دي انا بتابع طبعا المستشار مجدي الادوش على صفحته. بامانه من الناس اللي انت تحب تسمع له. اراءه القانونيه ما شاء الله ما شاء الله. اكيد يعني هو بصراحه يعني ما يتخيرش عن حضرتك وحضرتك ما تتخيرش عنه. لا هو احسن منها طبعا. انا بقول لحضرتك ما تتخيروش عن بعض. والاستفاده من الموضوع النهارده كمان في اللقاء بينكم انتوا الاثنين، كل واحد عنده حجته القانونيه ممتازه، بس الاستفاده من احترامكم لبعض ده بيعلم الناس كتير، وناس من اللي بتسجل تعرف الاحترام من بعض. يا ريت الناس تتعلم بس. بالظبط. يا ريت في صوت. شرفنا بوجودكم مع بعض طبعا، ونتمنى دايما نكونوا مع بعض دايما. استاذ احمد قبل ما تمشي، استاذ احمد كساب لو سمحت. اسمه حساب والله. حساب. استاذ احمد موجود؟ حسام. ايه استاذ احمد موجود؟ تسمع صوتي؟ سامعك يا فندم، اتفضلي. استاذ الحين مثلا لو قلنا مثلا فاطمه انقتلت الله يرحمها بسبب يعني مثلا يبغوا يخبوا هذا السبب بالجريمه. يعني احنا فاطمه لا تتكلم، فاحنا قتلناها عشان لا يطلع هذا الكلام او لا يطلع هذا الشيء. طيب القتل هذا والجريمه مو هو حيطلع كل شيء؟ مو يعني انفضحت الجريمه والقتل، يعني كيف الانسان يفكر بهذه الطريقه؟ اقول لحضرتك على حاجه يا فندم.
القضية مع احترامي لأي قيمة قانونية، القضية تم طمس معالمها في الساعات الأولى من حدوثها. احنا عاملين زي اللي مش بيستقصي حقائق، ده احنا بندور على الفتات. بنفك لوغاريتمات. صح يا حضرتك أستاذ، متخيلة؟ صح واضح اتلعب في مسرح الجريمة، واضح. معلش أنا يعني لو جيت أحسبها كده، هو فين مسرح الجريمة؟ عاطل في باطل، كله يخش يدوس يترافع في القضية زي ما هي بوضعها، واللي يكون يكون. بس احنا مش قادرين نعمل الكلام ده، ما ينفعش، مش مبدأنا، مش مبدأنا. انت حضرتك النهارده بتدوري على أدلة فنية تطابق الأدلة القولية اللي أتت من على لسان الناس اللي احنا واثقين في كلامهم، وبتلاقي الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى بينور البصيرة، بتوصلي واحدة واحدة. بس لسه في جزئيات طبعا مهمة يعني، وتفاصيل مهمة. والله في أستاذ أحمد في كومنت حلو يقول ليش الحكومة خدت العايشين وسبت اللي ميتة. لا ياخدوا يعني الميت. لا يبوا لها حد ينقلها من المكان ده، هي قاعدة 12 ساعة. نفس السؤال ده أنا سألته. في واحدة في واحد قال لك أستاذ أحمد، هل فعلا حضرتك قلت أن حضرت ما تمثيل الجريمة لا أنا ما حضرتش مع تمثيل الجريمة يا فندم. بص يا قال لك فندم، لا؟ علشان بس إيه برضو في ناس بتتكلم في الموضوع ده. اللي كان مستشار موجود، احمد راح بعد دعاء ما اعترفت، نحلف لكم بالطلاق. أنا أوصف لك كمان المنظر. أنا رحت، دعاء اعترفت وخارج غرفة التحقيقات بصحبة الحراسة الأمنية اللازمة، وكان بقية الشهود جايين محطوطين في مكان واحد قاعدين مع بعض بيضحكوا بيهزروا والدنيا زي الفل. استأذنت، كان بيحضر التحقيق زملاتي الأساتذة المستشار عبد الرحمن والمستشار خالد اللي هم جايين مع محمود وأهله. على الله. استأذنت من وكيل النيابة علشان أثبت حضوري عشان يكون لي صفة أنا ناخد الأوراق. فطبعا السيد وكيل النائب العام، انا بشتغل يوميا لان ده في الدايره بتاعتي انا الاصليه، دايره اختصاصي، لان هو ماسك دايره العرب والضواحي والجنوب، فانا بنتمي لدايره العرب. فالضواحي والجنوب نيابه واحده مع العرب. فاستأذنت مشكورا يا فندم باثبت حضوري. الراجل بكل ترحاب اتفضل يا استاذ احمد. دخلنا، اثبتت حضوري وطلعت. فاتفاجئت بالسيد وكيل النيابه لما بيقول الوضع حصل 1 2 3 والبنت معترفه وراحت مع استاذ عبد الرحمن كان معانا واستاذ خالد ومثلت الجريمه والكلام ده كله. فطلعت بره، انا اتكلمت مع البنت اللي هو ايه يا بنت اللي انت قايله جوه ده، انا جاي مبعوت لي كده بنفس النص ان فلان وفلان المتهمين وبنتنا ملهاش في اي حاجه، فمعلش يا استاذ احمد تنزل لها. فطبعا الجريمه كبيره، خدت بعض ونزلت، ما بعتش حتى زميل من المكتب او حاجه. واصله لك؟ انا رايح احنا اللي احضر، متهمين وبنتنا ملهاش دعوه بحاجه. انا رايح احضر دعاء بره الموضوع ده. انا رايح احضر يا فندم، بنلتمس التكرم باخلاء سبيل المتهمه وخلاص. تمام. المهم، في بقى حاجه اسمها ادبيات في مهنه المحاماه. انا عندي واحده معترفه في علم الاجرام والعقاب. الشخص اللي بيجي يعترف على نفسه ده حاجه من الاثنين، لا بيكون مجنون، لا بيكون اضراب لما قال يا بس. ملهاش تفسير عندي تاني في المحاماه غير كده. انا واحد عامل جريمه، حتى اللي عمل ما بيقولش عمل. انا يا فندم واحد عامل جريمه من 5 ايام، ما هو ده الطبيعي. ربنا سبحانه وتعالى من عليا قال لي روح اعترف النهارده. كلام مش منطقي. فراح الاساتذه المحامين اللي موجودين للامانه قالوا لي ايه بقى، عشان انا اكبرهم سنا: استاذ احمد، في دفوع نقولها ولا حضرتك هتتفضل تقول الدفوع؟ قلت لهم لا، انتوا شوفوا انتوا الصح ايه، وانا هقول الدفوع برضو ايه اللي من وجهه نظري، ونتناقش فيها مع بعض، واحنا كاخوات وزملاء نقولها. فالناس مشكورين مؤدبين، الناس محترمه ايه. فدخلت قلت له يا فندم الدفاع الحاضر بيلتمس عرض المتهم على الطب الشرعي لاستبيان اذا كان هناك اي صعقات كهربائيه او اثار لاستخدام تعذيب او اكراه بدني يؤدي للاعتراف. والطلب الثاني عرضها على استشاري نفسي لتحديد مدى قواها العقليه ومدى قوه ادراكها وقت ارتكاب الواقع. ده اللي انا قلته، اكتر من كده ما حصلش. الطلب ده اترفض صح؟
الطلب اترفض. ما فيش ولا طلب اتنفذ يا فندم، لان القضيه اتحالت بعدها بيوم. احنا كنا الكلام ده يوم الخميس، الجمعه السبت القضيه اتحالت. بكلمك بما يرضي الله يعني عشان يبقى الكلام واضح. توقيع الكشف الطبي اترفض. طلعت بقى لقيت لك اللي يقول لا ده كان حاضر التحقيقات. لا، اسمي موجود في التحقيقات. اخر ورقه بتتعمل ورقه التحقيقات بيبقى اثبات حضور المحامين، لان في محامي ممكن بعد ما التحقيق يخلص يقول انا بنسحب يا فندم من القضيه، مش عايز اكمل فيها، فمش عايز اثبت حضوري فيها. تمام. فطلعت شخصيه بتتكلم في الجزئيه دي، بقول لها ده شغل محاماه، ممكن تسالي المحامي اللي كان ماسك لك قضايا الاسره يرد عليك. بس الحكي ليه يا استاذ فاطمه؟ بس مش عايزين نطول عليكم. انا قضايا بقى قصدك القضايا اللي هي محكمة الأسرة مش الأسرة. لا، ما هو كل واحد ليه المحامي بتاعه يعني. انا فاهمة بس يعني ما انا قصدي تسال المحامي. ماشي. اللي كان ماسك لها قضية محكمة الأسرة. ما اعرفش بقى اي محكمه. ماشي. بس والحاجات دي يعني. في واحد اسمه محمد كتب لك كنت امبارح بلايف بيحكوا الأوراق اللي طلبتها النيابة ما وصلت للدكتور الشرعي، حد يقرأ ضروري. لا، تاني السؤال ده. كنت امبارح باللايف طلبات بيحكوا النيابة. الأوراق طلبات النيابة طلبتها لما قال النيابة ما وصلت للدكتور الشرعي. لا، طلبات النيابه يا فندم كلها وصلت للطب الشرعي مش للدكتور الشرعي. في فرق يا فندم لما نقول وصلت للطب الشرعي مش للدكتور الشرعي. انت عارف يا فندم الف ب قانون المفروض ايه اللي يحصل اصلا؟ يوم 24. لا، المفروض انا عايز اقول لكم على حاجه للامانه. النيابه العامه لما بتصدر قرار للطب الشرعي بفحص الجثمان، حاجه من الاثنين: بيجي الدكتور الطبيب الشرعي بيستلم القرار من النيابه ويتوجه للمشرحه بالجواب المرسل من النيابه العامه، يقول له طلع لي الجثمان بتاع المتوفاه فلانه الفلانيه على ذمه القضيه كذا 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 نفاذا لقرار النيابه العامه. طبعا الكلام ده ما حصلش، والمفروض الطب الشرعي بعد ما بيخلص يروح للنيابه يتسال سين وجيم ما قولك فيما اتيت به في تقريرك بتاع الصفه التشريحيه في 1 2 3، ويقعد يشرح. طبعا برضو الكلام ده ما تمش، ففي حاجات كتير ما تمتش. هي الفكره في كده. سمعتوا نقد الأدوية شقلين. زي شو مصلحة الطب الشرعي يعني؟ أستاذ أحمد، في بس كومنت بقالها من أول اللايف يا عيني بتسأل متى مواجهة الشهود، وبتقول اسألوا الله يرضى عليكم، وهي دي مسألتك يا ان شاء استثنائية. الله باذن الله. للامانه انا نفسي الجلسه الجايه نتناقش ونترافع ونخلص. انا نفسي الجلسه الجايه نخلص. يعني انا مش مع مبدا ان احنا نطول تاني بامانه في طلبات. ممكن ما يجوش. والله انا بقول لك انا عن نفسي كان نفسي اترافع الجلسه اللي فاتت للامانه، بس في تركايه ما كانتش لا، موجوده. ده كانوا بيقولوا لك انت مش مجهز مرافعة. تعالى لي بقى في النقطة دي، صحيح نسينا نتكلم فيها. مين اللي مش مجهز مرافعه؟ قالوا لك ترافعوا، قلت احنا مش جايين نترافع، احنا مش مجهزين مرافعة. المحامي ازاي دخل الجلسة وانت مش مجهز مرافعة؟ لا، هو المفروض كان يسمع الفيديو للاخر لما انا قلت له يا ريس نفذ لي الطلبات واحنا جاهزين اخر الجلسه. هو في محامي انت لا يقول لك اترافع. يا سلام، ده في القانون. هو قال احنا مش جايين نأجل اصلا. بس انا اجل ليه؟ انت حضرتك قلت احنا مو جايين نأجل. لا، ونأجل عايز طلبات. بس اي نبي الطلبات يا فندم. انا ممكن يعني بيني ما بين نفسي لما بقعد كده لوحدي اخش اترافع في قضيه لسه بقيت مستنداتها ما شفتهاش. صحيح. اللي هو جاي تحصيل حاصل، شقلب وقلب يعني. سبحان الله، كلهم صاروا قانونيين وكلهم صاروا محامين وكلهم صاروا قضاة وفاهمين في القانون اكثر من المحامي نفسه. سبحان الله. هم في بعض الاشخاص انا بقول لك كده وفي وشهم كسبوا من القضيه دي زي ما انت عايزه تقولي قولي كسبوا. ويا ريتك سنه يا رمضان. ده قلنا من اليوتيوب على التيك توك عشان الدعم، ويقولوا لك الناس اللي قاعده تلم دعم. حضرتك سامعاني؟ هم ناس كسبوا من القضيه دي وتربحوا، ويا ريتك سنه يا رمضان. صحيح صحيح والله. مش احنا اللي ولا نوم ولا بتاع، واحنا كده كده اصحاب محتوى، وكده كده كنا قاعدين ومحتوانا بقى اتحرق دمنا والتقصير في شغلنا حضرتك عشان كلمه انا عملت بس واحد من صفحتي.
بس واحد. انا اعرف ناس ملهاش علاقه بالقضيه من يوم 22 اجزوا بس اجازه العيد يومين، واستمروا من بعد العيد لغايه دلوقتي، بس يا رب يكونوا هيأجزوا في العيد الكبير، مش عارف بقى ايه ظروفهم. تهيألي تمن الأضحية اتجاب يعني. انا هتأجز عشان انا هتطلق، لو ما أجزتش هتطلق. بس فانا اتمنى ان القضيه تخلص الجلسه الجايه للامانه يعني. لا انت قالوا انك قاعد تماطل في القضية ايوه وتطول القضية وتماطل علشان الرأي العام وعشان تنشهر وعشان تتربح لا ما هو عشان ما اعرفش ايه. انا حوش اسف يا بقى، فندم حوش في الغبا الكلمه. اللي عماله تدخل له، حوش اليونيفرسات شهر، حوش القنوات اللي فاتحها. انا اقول لحضرتك يعني وين اقول التربح بالموضوع؟ لحضرتك على حاجه. الواحد لو فضل طبعا عايز اعمل لكم ستوري كده، سكرينات للصفحات اللي كلمتنا عشان تسجل معايا لقاءات، وانا قلت لهم لا، صفحات انا اللي قلت لا، غيري يطلع، انا ما احبش اطلع. بس هو لو عمل سيرش على اليوتيوب كده كتب احمد حساب، هيتلاقيني بطلع في قنوات من ايام ما كان هو بيقول على السكر اوكر والميه امب والرز بف يعني. حلوه دي والله. اوكر بس يعني هو لسه لابس بامب. ايوه ربنا يعني يصلح كيف حالك. ترافع المحامي وهو لسه الطلبات حقته ما هي موجودة؟ كيف ترافع؟ هو يبغى الطلبات بعدين يقدر يتكلم كلمته كده يبقى الأخيرة، بيضيع هو حق يفهم في موكلته الموضوع. كمان. معلش، هو لو اترافع هيبقى بيضيع حق موكلته. اشمعنى انا اللي اجيب؟ يعني انا اللي عايزين اقول الكلام اللي عليا ومفيش حد عمل اللي عليه، اشمعنى يعني؟ صح، جيبوا اللي عليكم وانا اقدم اللي علي، انا ابغى الطلبات وانا اعطيكم اللي عندي. هو افكار الناس عن انا النهارده كنت بتكلم بقول كلمتين يا جماعه الخير عشان تفهموهم. مصلحه دعاء ومصلحه فاطمه في القضيه، دعاء خدت براءه هيتحط متهمين جداد. دعاء اخذت حكم بالادانه، لو حتى سنه لو حتى يوم مش هيتحط اي ما جاش متهم حق جديد. فاطمه بالظبط، وما جاش حق فاطمه اصلا. هو ليه انتوا ما سالتوش نفسكم؟ ليه ام خليل قالت للاستاذ احمد حق فاطمه؟ بيعيبوا عليها، بيقولوا ازاي من محامي اللجنه عليها بتتكلم مع محامي المتهمه. اقول لكم انا بقى، وليش الدكتوره فاطمه الطلعه دي تاخدها عندك المكتب؟ سيبوا لنا الطلعه دي ماشي، وهي اللي بتكلمه وبتتصل بيه وكده، لان هي قالت لي شوفوا هي بتتكلم وعلى طبيعتها وغلبانه هي وابو خليل ازاي. قالوا لي الراجل ده وسانا ووقف معانا وقال لنا كلام، رغم انه المفروض هو ده ياخد الجانب العكس، وقال لها حق بنتك في رقبتي قبل حق دعاء. وهم على فكره مش جهله فكر، وهم عندهم احساس نقي كده وشفاف بالناس اللي حواليهم. وهي بتكلمني واقسم بالله وحياة ولادي ان مستشار احمد اول مره يسمع الكلام ده، انا ما قلتهولوش. النهارده كمان بقول لها المستشار احمد بيقول لك كذا، فقالت لي قولي له كده، يعني بوصل بنتفق على حاجه. فقالت لي بصي اللي يتقال واللي يتعدي، الراجل ده راجل حس بينا، راجل محترم وزعلان علينا بجد. والله العظيم انا قلت لك الكلام ده، والله العظيم اول مره اوصله، والله العظيم. فهم عندهم احساس على فكره، مش ناس ما بتحسش، ناس بتفهم. أنا أتمنى والله يا دكتورة أن كل المحامين ياخذوا يعني طريق أستاذ أحمد الإنسان، أحمد اللي يبحث عن الحق. يعني ما أخذ شخصا أو عدائية وهجوم ورد ودفاع، لا، هو يبغى يطلع حق اثنين مظالم هو شايفهم مؤمن فيهم، مثل ما قال الأستاذ الأدوش. في الرأي العام عموما الناس اللي بتعمل منصات والكلام ده يعني هم بيمارسوا شغلهم في القضايا. بس أنا ليا وجهة نظر تانية. أنا برضو كنت بتكلم مع أحد الزملاء النهاردة، طب ما تكلمونا عن مصر، كلمونا عن الوطن العربي، كلمونا عن الحاجة اللي تمتعنا في كل دولة عربية. انتوا بتكلمونا بس عن القضايا القيل والقال. ما أنا عايز أعرف الثقافة الإماراتية والسعودية والبحرينية والكويتية والفلسطينية، فاهمة ازاي، والليبية والجزائرية، ويعرفوا الثقافة المصرية. نبقى إخوة بنتكلم في حاجة متبادلة، حاجة ليها هدف مثلا. إنما يعني خلوا اخواتنا العرب يطلعوا يكلمونا عن ثقافتهم واحنا نكلمهم عن حاجتنا. ثم انت النهارده يعني معلش،
انا ايه اللي هيشدني انا كمحامي اهو، ايه اللي هيشدني اطلع اسمع كلام في قضايا؟ صح. خلص انا القضية كمحامي هيعجبك محتوية جدا. بس. إن شاء الله يخلص القضية أستاذ أحمد وكلنا نفرح بحول الله وقوته. وبعدين أنا أبغى أستشيره في قضية عندي. أنا من السعودية دكتور أحمد، ممكن تشوف لي ثغرة في قضية؟ خدي عندي بالك قضية على أبغى تشوف لي خدي فيها بالك ثغرة علشان وبعدين بص إن خدي شاء بالك الله. على دكتور احمد بيمسك قضايا دولية عادي على والله فكرة. والله إن شاء الله أتواصل معاه، بس يخلص يكون فاضي على طول حكون عنده. خدي بالك علشان انا اتعاب عاليه بتجيلي شكاير انا بقول لك. انا وكيل مكتب التعاون، اتفاق معايا انا انا. اتعابي عاليه وبتيجي شكاير. يا ويلي يا انا أستاذ عايزة أحمد. اسيبها لك، ما تقلقش انا ما وكيل تقلقش. مكتب يا بنت البيطار قدها وقدها. انا وكيل مكتب، اتفق معايا استاذ الاتفاق دسوقي معاك؟ المحامي. استاذ دسوقي عارفاه؟ وكيل المكتب. انت بقى اللي بتقول على نفسك كلام تخليهم الصبح يقعدوا يتكلموا، ما يفتحوا بكره بعد الساعه عادي 12. عادي. ايه ده؟ احنا نبغى استاذ احمد الشكاير هذه تيجي من الظالم اللي ظلمنا بشوفهمش واخذ عشان انا فلوسنا. انا مش عاطله، انا عندي شغل فما بشوفهمش والله. انا خلاص اشتغلت وكيل مكتب محامي يعني، خلاص. يا فندم المكتب كله تحت امرك. يا فندم نتشرف، ربنا يخلي حضرتك. يعني انا ده لو عليا انت فين يا جيهان؟ اوعدك لو ربنا احياني وكان ليا العمر هقوم قايل السلام عليكم لكل المهن دي واقعد بولاد استمتع بيهم. يعني والله. بس انت ما خرجت الرحله استاذ احمد؟ انت ما خرجت الرحله مع العيال؟ رحله ايه؟ ما هو قال انا رايح كم يوم مسافر وحرجع، ولا ما رحت؟ ما راح بصراحه كل المهن دي يوم منصه بتجيبه يعني. تستمتع باولاد حضرتك، بس مش هتبعد عن مهنه الصداقه بتاعتنا يعني. لا يا باشا انتوا كلكم فوق راسي والله. بالظبط يعني احنا مش هنسيبك في حالك يعني. طيب ممكن بقى تسيبوني دلوقتي وعشان عندي شغل تاني. طبعا. لا كفايه بقى، مش تسال. اتفضل يا استاذ. احنا راح نسيبك يا استاذ على مل انك ترجع لنا مره ثانيه ان شاء الله. لا ان شاء الله بكره يكون لقاء كبير ومحترم مع المستشار مجدي. ربنا يكتب له كل التوفيق كده ويخلو العقده من لسانه ويقول لكم احلى كلام في القانون. وانا بقول لكم بالامانه عايزين نعمل برومو للقاء كده على الحلقه بتاعتنا. اعملي يا فندم اعملي يا فندم. صوره بقى كده للمستشار احمد وصوره للمستشار مجدي. لا المستشار مجدي اولا واخيرا، والله انا كفايه محبه الناس ليا دي بالدنيا كلها. انا سمعت اللقاء اللي في اليوتيوب مع الاستاذ ادوش معك يا استاذ احمد، كان مره ممتاز صراحه. ربنا يخليك، ده من ذوقك والله، ده من ذوقك والله يا فندم. شاكرين لك وجودك. يلا مع السلامه يا ست مستشار، احنا اسفين. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. نستنوه استاذ احمد. غيب عنكم شويه. اسمعي يا استثنائيه، ارجع على ايكم جايبين استاذ احمد من وراي. استني هو استاذ احمد رايح من هنا. غيرت لك استثنائيه. بذكر من ورايا. استاذ احمد رايح. هو مش عارف ينزل. شيرتي لي من قبل سوسو، لا يمكن يعطي مكالمه. حبيبي اسمع يا دكتوره، استاذ احمد رايح شيرتي لي بدايه البث. كان معانا الادوش. استثنائيه ما خلتني اتكلم. استثنائيه دقيقه حبيبي اقول للدكتوره. مين اللي يسجل لي الحته بتاعت المستشار مجدي لما كان معانا؟ اتفضلوا. استاذ احمد حيروح ومو عارف انهم قاعدين يستنوه، يبغوا يسالوه يحققوا معاه كيف هو كان مستخبي، كيف كان مستخبي وموجود وقت كانوا في بيت اهل محمود. على فكرة أستاذ أحمد يقرأ الأسئلة ويقرأ الكومنتات، ولو حاب يجاوب يجاوب. ذكي. أي وهو يعني مشكور أصلا إنه يجاوب على الأسئلة، مو مجبور، إحنا مخلينا على راحته. حاب يجاوب على الأسئلة بيجاوب، حاب يتكلم في موضوع ثاني يتكلم. ما نبي نحكره يعني، وبراحته البث بثه. فأنا قاعد أشوف الأسئلة وبس، لكن هو قاعد مسترسل في أمور معينة على راحته. راجل مسافر القاهرة كمان كام ساعة، عنده جلسة في القاهرة وعنده شغل في الجهيز، فعيب علينا يعني. أنا حاسة بيه لأن أنا لا باكل ولا بنام ولا بنت البيطار، أنتي من زمان تتكلمي وتقولي الاستثنائية ما خلتني أتكلم. والله ما يطوفي يا إيش أسوي. استثنائية لا شيرتش بداية البث يوم كان الأدوش موجود خلعنج. صدق؟ حد سجل يا جماعة؟ أنا كنت طالعة على بسنت وقلت لمولين حد سجل الحتة بتاع المستشار مجدي لما كان معانا؟ أكيد بسنت لو ما سجلتيش يا بسنت براحتك، عشان أنا مفهماكي الموضوع ده من قبل كده.
أنا كنت أماني طالعة أنا إذا سوسو مو فاتحة في المايك البيت. أزعجكم؟ ايه شلون؟ تقولي أنت فاتحة المايك وما تتكلمين، إذا في أصوات عندي لا مين اللي صح. بيقول لك؟ مين اللي بيقول لك؟ أماني طيب الناس اللي على الجيست ما تقروش الكومنتات، اسمعوا مني. ما اعرفش والله. أقول ولا لك هي ولا سوسو انا. حبيبتي يوم تشيرين لي أنا كنت طالعة سيد فاطمه ايه؟ وكنت أسوق السيارة، قلت لين رجعت والله أدخل. مش هنفهم ان شاء الله في شو الجلسه. برسك اليوم؟ شو الوياه؟ امل اهي. والله الحمد لله أحسن. فعقب دخلت البيت شوي ورحت تعشيت ورجعت لكم. امل اهي، انت ما طلعتيش ليه تسالي المستشار حاجه؟ الأمل ما قلتي وينك لي يا مختفية دكتورة أمس السلام الأمل؟ عليكم. ما عليكم طلعتيش ليه؟ السلام. ما قلتي لي. سجلنا عليك هو انا غياب لازم أمس اقول لك؟ الأمل. ايه لازم عزيمة. لا طبعا، بعدين انت صاحبه منصه طبعا، مش يا لازم عزيمه. حبيبتي يا لا حبيبتي، العزيمه دي للغرب. شو اخباركم؟ ازيك شو يا امراي، مسوين؟ عامله ايه؟ راحت الغمازات علي؟ راحت الغمازات سجلتي عليك. يا امولين اللقاء؟ انا قايله لك وقايله البسنت وقلت لاي حد في اللايف يسجل. جيهان موجودة، اطلعي جيهان، الناس وينها؟ بتاخد لايفاتنا وانا ما بعرفش يا اعمل جيهان يا بنتي يا حبيبتي. اس تقول لازين لا أحسن إن هي مو موجودة بتتغزل في غمازاتها. لكن تعملوا شغل لا، تكتبوا في الواتساب بس. يا جيهان يا حبيبتي اطلعي. هقول لحد فيكم سجل فين. انزين دكتورة اخذي سجلوا المقطع من دكتورة؟ اللايف نفسه. لا ما فيش من حاولت البث. والله، لا ما بيجيش كامل. لا بتلاقيه يا أستاذة ولو فاطمة. لا لازم. لما بلاقيه بيجي كامل، ما بعرفش اقطع. ايوه. السلام عليكم. عليكم. عليك. اهلا. اهلا وسهلا. اوكي شوفي دكتورة، بس احاكي الدكتورة مرخصتكم. انت خذي المقطع كامل ونزلي عندك، اوكي؟ طرشي حق اي انا حد. قايله لك سجلي لي يا بسنت، ابعت لي المقطع كامل لايف كله ساعتين. لا في طريقة أسهل يا دكتورة، ما- في طريقة أسهل، في طريقة أسهل. شفتي الشاشة عندك فوق؟ الشاشة نفسها ارخيها دحين، امسكي الشاشة ارخيها تسجيل. معلش أرخي الشاشة. طرشي حق بسنت وهي تقصم عليه دكتورة. منها والله. هذه لو معلش، هاي هاي مرة طريقة بس. سهلة يا استثنائية، الطريقة هذه سهلة مرة للدكتورة، لو ترخي الشاشة عندها زين تسجيل. دكتورة الكلام بنتي كله طالعة. ضيفتي على العالم بالكلام انت اليوم ان شاء الله. يا الأمل مين اللي قالت لها مين اللي قالت لها سجلي من عندك دكتورة يعني؟ بسنت تقول لك كانت شغالة يا دكتورة، معلش. لما تسجل هي تسجيل شاشة وهي فاتحة لايف ما يطلعش صوت. بعدين خلي اقول لك شغله استاذه. التيك توك نفسه مسوي لك مقاطع، تمام؟ تقول على حسب- سجلت في الاخر. ممكن شوي على حسب يعني التفاعل. مثلا اذا كان هذه المقطع اللي فيه الادوش في تفاعل وايد او ارتفع البث، تلاقينا مقطع نازل بروحه تحت اجزاء صايره. دقيقه ونص بيبقى. على حسب. معلش خليها عليك زين المره. دكتورة بكرة انا بكرة قلت إن شاء اي الله. حد يسجل، اي حد يسجل، قلت كتير وانا في اللايف. يا جماعه ليش بقطع الراجل يزعلون وأقوم. الدكتوره؟ لولا والله تقول لك انا فلان اسمحوا لي ما سجل. قدرت اسجل، كنت اكل كشري. انا مش العافيه. هبدا ادور واطلع الفيديو كله وخلاص، بكره ان شاء الله. يعافيك يا حبيبتي. بكره يا سوسو سجلي لي لقاء المستشار مجدي، بس الحته اللي طالع فيها المستشار مجدي بس. منو مجدي استاذه؟ ايه؟ منو استاذ مجدي؟ مجدي الادوش، محامي كبير ما شاء الله، علم من اعلام القانون يعني. طيب حسافه طافنا. أنا شيرت حق جيهان واستثنائية يوم دخل مجدي الأدوش. ليش ما سيرتي لي سوسو؟ والله ما كنت سلمي ضايفتك يدك. الحين بفتك قسم بالله. انا ليش ما أنا كل يوم سيرتي لي؟ معاك لأني ما كنت ضايفتك حبيبي، ما تطلعين عندي. الله شفين يخليك. يوم يشير أنا ما أفهم له وايد، عرفتي؟ يا حلو صوتك. الامل انت وينك شمس؟ موجوده بس قالت الدكتوره انزلوا، احترمنا الكلمه ونزلنا. امس اي بالليل موجوده لما كانت انت مسوي عمليه بسنك. صدق؟ لا والله. اي ما ادري، زهايمر. كم عمرك استثنائيه؟ ما اقول معلوماتي الشخصيه. ليش اني نسيت؟ لا ما وصلت لأن لعمر على الزهايمر، كلامك بسم الله مو عليك. مال زهايمر انت. لا
بس لا أنا نساية والله. الحين الدكتورة قاعدة تفكر، خلصت من والحين السالفة. بعد مسكنات وأدوية وهذه الغاز اللي يضحك أكيد أنسى اسمي بعد. الله يعين الضرس يعور حيل. نص العمر نومي، شفت شلون؟ هاي المفروض إيه. نشيله من الحاسبة. دكتورة نقول تصبحوا على خير. انت يعني يوم اللي أخذت إجازة سبحان الله صرت تصكين بدري صح؟ الحين لو أنا دوام كان مقعدتني ليل فجر. ليش انك اجازه؟ ما قلت قايلت لك من أمس خذت أعطوني مرضية يومين عشان أسناني. يومين مرضية، والأحد والاثنين هم بس انا ما سنوية. بحبش، يعني انا شوفي مريضه بس استثنائية. أنا رحت مواصلة، أنا رحت اليوم مش دوام، كان عندي موعد للوالدة، رحت مواصلة. نامي. أي أنا أروح نمت في مواصلة الطريق بس. رايحة ونمت في الطريق ردة، يعني فجأة حسيت أمي إني مش موجودة. لا إذا الدكتورة تعبانة أخذتنا ما أحسن لها. شوفي أنا الصبح خذني الحماس مع أن عندي مرضية، قلت أداوم، بس تذكرت أن الأمس وايد موضوع كانت تعبان الشمس انا بقدر حارة. اتحمل، بس عايزه الشمس حارة فمو زينة حق الجرح، عرفتي؟ فقلت أقعد في بيتنا أبرك. جيهان خلاص. قاعدة تفكرين؟ دكتورة طيب احنا بنصكه، بتروحين تنامين ولا تروحين شو تسوين من ورانا؟ تعرفي مكالمات بقى تكلم. وحركات. ايه تروح تكلم بتضحين في 579 في بثك عشان من؟ ماشي خلينا رباعيه كمان، ما انا مش لا عارفه. والله ابد، على راحتك. اذا تروحين تنامين نخليك، اما تروحين تلفونات بقى ومكالمات لا مش هنام. وعلى الو. يمكن مو ماكلة، خل أنا تروح مش بنام. تاكل. ولا هو. هي لازم مكالمتين ثلاثة شي، يعني في مكالمتين. تصدقوا اقول لكم بقى على مفاجاه، انا اكلت المغرب مش هتصدقوا وانا واقفه والله سندوتش قد كده، ماليش نفس خالص، ماليش نفس. دكتورة أنت تقولين عندي دوام، شنو دوامك؟ نفسي أعرف، ما أعرف. دكتورة في جامعة. ها تدرس بجامعة؟ أيوة دكتورة في أفضل جامعة تقريبا في مصر يعني. خلاص دكتورة يعني بالجامعة، زين. وبعالج نفسي، تيجي تاخدي جلسات. أخصائية نفسية. حلو دكتورة في جامعة، يعني الحين أنا إذا بكمل دراساتي العليا دكتورة تنجحيني؟ ندي دكتورة جلسات نفسية هي. عندنا مركز. انا مركزي مركز ولا جامعتكم انتم مالت مصر؟ يا حبيبتي عندنا مركز ده بندي فيه جلسات، بس المركز بتاعي بعد الظهر بنروح، بس المركز ده بيتوضب لسه، فانا دلوقتي في مركز صاحبتي يعني. بس لا انا اقصد يعني انت بدولتكم شنو شغلتك بالدولة؟ ايه ده؟ دكتورة جامعية. ايه يعني دكتورة خلاص أضمن يعني الماجستير. تدرس في الجامعة. هو كاتب تدرس في الجامعة. عندنا ايه؟ ايه هذا اللي اقصده، تدرس بالجامعة يعني. مش كاتب ايه؟ عندنا ايه؟ انتم لزقة خلوها تنام. ايه احنا لزقة. عندنا غمازات يا أستاذ سامح. راحت علي الغمازات. هو اسمه دكتورة موجود. دكتورة فاطمة، يعني خلاص الحين الماجستير أضمنه. عايزة تيجي تاخدي ماجستير في مصر؟ ايه تعالي. مضمون وتضبطيني عاد دكتورة، ضبطيني مع الدكاترة. ما فيش الكلام ده العلم. لا ما أنا مش عاوزة. في الجامعة اللي أنت بتدرسي فيها عندك قانون محاماة ولا شيء؟ ممكن بنتي تدرس عن طريق الأونلاين؟ لأن كانت تعمل تصحيحات للبحرين. ما فيش اونلاين. ما فيها؟ اي والله بيها بامتياز ياتي. الدراسة بمصر صعبة. مع مرتبة الشرف دكتورة، امتياز مع مرتبة الشرف. الدراسة في مصر خدي بالك من أهم ومن أحسن الدراسات في العالم عشان تبقي فاهمة. الموضوع مش سهل يعني. في واحدة تقول المصيبة بنتي بتدرس بالإنجليزي، ما راح يمشي معها بالعربي. استثنائيا الحين عندكم يقبلون الجامعات برا انتساب؟ هي أستاذة صح. اي إذا الجامعة معترف فيها يقبلون، أهم شيء تكون جامعة معترف. خلاص وقفوا الاعترافات كلها، ما يعترفوا بأي شهادة خارج الدولة. ما يصير. حتى احنا بلا حتى احنا الحين أي شهادة يجي من برا يفحصونها. اي عادي طبيعي لا يعادلونها، كل الشهادات تعادلهم هي برا. أستاذة مو دكتورة صح؟ لا ما أعتقد سوسو صعبة. لا والله ليش حبيبي، ترى وايد ناس يدرسون برا. تزوير كثير بشهادات مصر. يعني حرام، ناس وايد خسروا وقاعدين يدرسون، خلاص يو على التخرج ما عادلوا شهاداتهم، قالوا الحين ما بنعادلها.
طالما جامعة معترف فيها ذاك شفتي معتمدة. قبل كانت جامعة عين شمس في مصر، في كذا جامعة كانت في مصر، جامعة اسكندرية أتوقع. والجامعات كلها خلاص الخاصة يعني جميلة برضه، الدراسات فيها محترمة. إذا جامعات حكومية ما يعدونها فكيف الخاصة دكتور؟ يا حبيبتي في على جامعات فكرة خاصة. بس السنة اللي من السنة اللي طافت ترى الحين، بس من سنة هذا القرن.